تفضل أستاذ. في البدء التحية لكل المناضلين الذين ركبوا الهضاب والجبال في إريتريا، تحية لكل من واكب الرعيل الأول من الحضور الكريم، المناضل رئيس سكرتارية القيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، المناضلون أعضاء وعضوات القيادة المركزية للمجلس الوطني، المناضل الدكتور نقاش عثمان رئيس المكتب التنفيذي، والمناضلون أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، المناضلون قيادات وأعضاء وعضوات تنظيمات المقاومة الوطنية الإريترية، الإخوة والأخوات الضيوف. في رحاب سبتمبر وفضاءات النضال ومساحات العمل الوطني الهادف إلى إنقاذ شعبنا من براثن السلطة الدكتاتورية وأعوانها وسدنتها في الداخل والخارج، نلتقي دائما على عهد الشهداء الأبطال من لدن القائد حامد عواتي وإلى كل الذين علت أرواحهم في سبيل الدفاع الشجاع عن استحقاقات شعبنا الصامت. وفي البداية دائما التحية والإجلال لرجال الانطلاقة الأولى من جبال أدالة وأومال، والتحية للرعيل الأول الذي فتح لنا مسار المقاومة الوطنية ضد الاحتلال. وباسم اللجنة المنظمة لهذا الاحتفال والتي كونها مكتب الإعلام والثقافة المكتب التنفيذي، نرحب بكل المقامات مع حفظ الألقاب لإحياء فضاء سبتمبر الثورة بكلمات ميثاقية نتعهد فيها لشعبنا بالمضي قدما حتى إسقاط النظام الدكتاتوري وخلق البديل الوطني مثلما توافقنا على ذلك في الميثاق السياسي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. وعهدنا لشعبنا أننا ماضون على عهد سبتمبر ببناء الدولة الوطنية الديمقراطية القائمة على القانون والمؤسسة على الدستور، دولة الحرية والعدالة والسلام والبناء والإعمار. مرحبا بكم جميعا في هذه الأمسية التي سنسطر فيها وننشد فيها كلمات الوفاء لشهدائنا الأبطال الذين مهروا الحرية بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة. شكرا أستاذ فريتاي. እንኳ عبدحان መጻእኩም ኣቐዲምና ክቡር ኣቦ ወንበር ማእከላይ ባይቶ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣቶ ተክላይ አብርሃ ከምኡውን ንክቡራትን ክቡራንን ኣባላት ማእከላይ ባይቶን ንኣቦ ወንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዶክተር ነጋሽ ዑስማን ከምኡን ክቡራት ኣጋይሽና ከምኡን ኩልኩም ቶም ካብ ዝተፈላለዩ ውድባትኩም ወይ ከም ኤርትራውያን ነዚ ናይ ሎሚ ምሸት ዝኽሪ ምሳና ንኽተንፍዩ ኣብዚ ምሳና ዘለኹም እንኳዕ ብሓን መጻእኩም ኣህለን ወሳህለን ንብለኩም ማለት እዩ። ልክዕ እዚ መዓልቲ እዚ ንዝኽሪ መበል 64 ዓመት ንምጅማር ሰውራ ኤርትራ እንዝክረሉ መዓልቲ ክኸውን ከሎ ሰውራ ኤርትራ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ክሳብቲ ሃገርና ነፃነት ዝተጓናፀፈትሉ እዋን ዝኸፈልናዮ ከቢድ መስዋእቲ ይኹን ዝተኸፍለ ከቢድ ዋጋ ቀሊል ኣይነበረን። ነዚ እውን ብግቡእ ጌርና ኣብዚ መዓልቲ እዚ ክንዛረበሉን እንታይ ዓይነት ዋጋ ከፊልና ናብዛ ዓወት ዝኸብፅሓና ዝከኣለ ብድሕሪኡ ኸ እንሕልፎ ዘለና እውን ድሕሪ ነፃነት ዘሎ ኩነታት ነቲ ሓድነታዊ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ እውን ከየቋረፅና ንጓዓዝ ኣለና ብሰንኪቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ። እዚ ኮይኑ እቲ ብዝተኻእለ መጠን ሎሚ ምሸት ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ንኩሉ እቲ ጅግንነት ኤርትራውያን ከዓኒ መስዋእቲ ናይ ደቁን መውጋእትን ንኩሉ ኣመልኪትና ከዓ ነዚ መዓልቲ እዚ ብግቡእ ጌርና ክንዝክሮ ኢና። ደጊመ እውን ንኩልኩም እንኳዕ ድሓን መጻእኩም ይብል። ካብዚ ቀፂለ ነቲ ኣኼባና ብግቡእ ክንጅምሮ ብዝኽሪ ናይ ስዋኣት ናይ ሓንቲ ደቂቕ ጠጠው ክንብል ሓተኩም ማለት እዩ።
عرفتي؟ طيب. مرة أخرى نكرر الترحاب بكم أيها الإخوة وأيها المناضلون الأكارم، وباسمكم جميعا نتوجه بالتحية والإجلال لهؤلاء الشهداء الذين فتحوا لنا طريق النصر، وأيضا ندعو بالفرج لكل المعتقلين في سجون النظام القهري بلا أي مبرر وبلا أي محاكمات. هؤلاء القابعون في السجون هم أماناتنا وهم في أعناقنا لكي نرفع صوتنا عاليا من أجل خلاصهم. أكرر بكم الترحاب أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات. وفي البدء نبدأ بكلمة للمناضل رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري. نعم. وكابز غتسلنا بمجمريا نتي لك عنتهم مأنتزي هاجرنا كبيد مسوات زقفلو لعل ذكرن كبرن النهبنا توسخون نتهم أبزوانزي بزح زقطرهم إرتراويان تحتي قرا قدن محيورن زركبو بزي كسن بزي فردن بالساقي زلو نعوم فتحين ربو أبن دلنا قالسي نزي بمملكات كابزغت إلنا أتي أب مجمريا قال زهبنا أبو أمبر ماكلاي مريحنت إرتروها قراو بايتو أتو تقلاي أبرها قوي. تفضل الأستاذ تقلاي. أمينو أقطعمي أنك أونا أدرسون حبير نيري أبغزو أما قتلي زلخو نسل خبري نايت معلتي طويلة نبز مساهم تساتي فزلخم بر زترالخوي بلين جنكا كلهم خبرات علومات أبزاخي بازي استرخبكم نخبري نايز معلتي لكم جزيكم سويكم أبز ممتعكم زمسجني لومي نبعلو زلنا مبل سنة 4 عامت مجمار برتاوي تقادلونا أب كبيد حدقا أبزلاتلو هاجرنا خيناينا نبعلو زلنا إذا نتي نسلنا تعنى توهيلو استخفلي سف زي بالمسوات موقعت ناي نبرت عنوتنا بقمة اتغا بحقي تفتو تركب تفتو إخا تخفل يبهالي مو نخفلهم بلوصات كفيلنا نتي قدامي امامنا قالسنا مالت هاجراونا صنت ارغاغيصنا اينا نتسترفه حرنت او قالسخا انه نحنت معلتون عرف كنعرف كيبلنا قالسنا نقصل لنا عمت نزخ نخبره خلنا نتزحلفه كنتاتنا نغمغمو نمصاخا نمتلو معلتيو لومون كم وترو نتي زحلفنايو قلطمطمات نغمغملون صباح نغوخي انتاي كنغبرينا لنا نمتلون معلت سلازغوني صباح كابت مالخ حيش انداتو منخو لومي نبعلو زلنا كبر بعال زلني أخبرت بمجلات زرواي كدمدم جزيكم كي وسدلكم يغني لي. Thank you. يغني لنا أستاذ تقلاي. تفضل أستاذ فريد. شوف الجروب أستاذ أمين. شوف الجروب. ممتاز. بتابع. طيب الإخوة الأكارم المناضلون الأفاضل، الآن حسب الجدول الموجود معي أستاذ أمين الكلمة
تغير الجدول ولا هو نفسه؟ بالعربي مين اللي هيقرا الستيتمنت حق المجلس؟ استاذ ادريس. ادريس بس هي ترجمه مختصره اعمل لانه الورقه ما معده عشان كذا يعني. ادريس موجود؟ ادريس همد موجود. ادريس همد. استاذ ادريس افتح المايك يمكن قاعد تتكلم استاذ ادريس. لا هو تصير له مالتي اي تي يلا نشوف. اوكي. المهم هو الاخ رئيس القياده المركزيه للمجلس الوطني يحييكم حي الحضور ويعني يشكر الناس اللي تلقيتهم الدعوة، ولكن هو ما عنده كلمة معدة لأنه هو في سفر موجود، لذلك ارتجل الكلمة. يحيي هذه المناسبة الكبيرة، وهي تحتاج يقول إنه لوقفة مننا لنتلمس واقعنا الحالي، يعني مقارنة ببدايات الثورة والجهود والنضالات والتضحيات التي دفعت. لذلك يعني يتمنى أن الناس تتبادل الآراء وتطرح رؤاها لهذه المرحلة وكيفية الخروج من ما نعيشه الآن لمواجهة النظام الباغي في إريتريا. شكرا. شكرا دكتور نقاش. استاذ فريتاي. نعم. الآن حسب الجدول سنقدم كلمة القوى السياسية الإريترية ليلقيها ويتفضل بها المناضل الرعيل جارس جهير في مناسبة سبتمبر الخالدة، فليتفضل المناضل جارس جهير للحديث. كاب زغط سيلنا دماني كاب إرتراويان بوليتيكا وحيلتات أتو جرس جير تولدي تقادلاي جرس جير تولدي نزي معلتزي أملكيتو قال كفر بالناي. تفضل أستاذ جرس جير. بمجمريان زي عدم زعركم لنا بلبي يمسجن بسم بوليتيكا حيث ترترا ماكلكم ترخيبه نزق على زخسن معن كله حابن يسمعني بقدام النتجن كبور بومبر ماكلاي مرحنتنا الديمقراسيوي الديمقراطيا هجرة بايتون ديمقراطيا لوتي أتو تخلى أبرها كمون أبزلهم مرحتي دكتور نقاش دكتور يوسف وزته لباو سلامتا يقرب كمون نبزلهم أبالاتنا كل ودبات مرحنتاتنا كل كالات بزقات عمزي ترخيبنا دمس حد ناي حد دقافن كان السمعن كنرادان مخالنا بحق زحقوسيو لباو سلامتان نابلكون ابتي ملختي سقر بحتي مسكر مجمار برتو عالسي زلا عالم كبيرات مبر بحادة مسكرم شحين شعتميتن سوسان حدن بمرحنة جيقنا حمد ادريس عوات استولعت شق حرنت بعدها مجزاتي كبهجرنا حقيقة خبتوسن قدامي معرف ناس النزازيما أبكلاي معرف حرنت كبتس سقاقرنا إنه 3-4 عمتات حليفو قدامي معرف ناس نتوقع سي أهجراو دقف زينبرو سلاي بانسارو أهجراوي دقفتن بتحسراوي تنبزنا برو اللهم موت بوحود أتوارن حيل سبن استبقس منبارو
أبرسيو حالفو أبحد حد كوينات يسمد بمنبارو ثلاثة نوحتن مررتن عمتا تحليفنا جنكم كوينو دحرز كل مسوات زمسها جراونا سنت كم عيني بلينا كان حلوان كان خنون يزقبعنا دحريز قصيلة كلا أي مدرك كالسي كبتقداي مدرك مهارو زقبعنا بزحينيرو كل عاوتنا ككالاتف حادنتنا كسرتم زدل مخاني نيرو انت خونا جن زبيتاوي صقمنا مالتي ارتراو سرعات نبلو كنكير وي كنستخاخل كابتن بعدهم مجزاتين مزراق زطفانا جزين مسواتن زبزح واقع يحفلنا الزوان استفالا لي مخنيات قرقلو زخيل كوان تخوني لألو كل مخنياتات كتكاز زكال قدين تليو في اللياتنا كان محادر زي مخالنا هو نجزار سنا من قسن مقيار مجمرتا تمكرنا سلزخوني يشجرنا زبال مخنياتي كالا قليو جن بقحاتو زرعاي زنورو ملكتات ملكاو محضران قبل على حزبنا زورد قصة مسلاتن بعقو استبهلنا بحادنة ايفال كنبلكي إلنا نيرنا تنخون هدف بترسلتانو كتر أنبي مخعلا نيرو إذن مبال زقددنا زلو مخنيات حجون قداينا قد حدنتنا كمان نمجزين لعلي أذكركم قبرلو كم زلنا كنسمرلو سلزدلنا مفل لينا حبرس علينا عدم سلطانو كنا عدل زهب مخانو كلاتنا انتاي نقبر لنا لبا حدنتا وسقمت موساد يدلينا كل مداوي شجر حزبنا تعرفوك خيدا سدتنا كحاتسرن فح بزبلو الدبان سحوب زخونه وساتاتن كمص زخيل لوتيلن أما دا حدنت مسن عوتجن يتابسك يا زنبر زول حزبنا نسرعات وجد نخنبل نحيلتات دليت لوت نخدقف سرعاتنا يملوات أخولو نخونن كحق زين أبناء إرترا كلهم طبعامي إرترايان أبنسا هاجرن كتبا عبيتن تراهم كعم عبت سبيتنا بيرونيرين حيالي كباتهم وفرتات جميرهم نيرهم يخونن برب سنكتين بحقتاتهم زغسي نحل متاتهم زبرعاني سرعات وفرتاتهم أبكالا هاجرات كزوترو تجديدهم إيام نحكم الناس مويا زيغاتاتنا نهزبهم ناقلقلو تمرعهم كحادرو عد لا يرخبون انجينيراتنا وينكم وعدقوانا يمزهان تزلو كوتا إرترا كم تقول لنا نحال موزن برناك تكون لنا زخيل عامتات مع السساينو حرنتا وقالسنا زياتهم يو كيبلو بحقا وقاب نهاقرهم كبل تسقوب بقوامكو وحسلهم كنك على سينا نحنا كم بوليتيكا حيلتات إرترا نقدا حدنا على السحيلتات قدام النتيبنا أبقدمي سرعنا نقال سلو زولنا قداي نعوز خفل كل سعرتات كنكفلون دلواتنا سلازي كله ناي صباح قدفنا ناي حجي ناي كلاتنا جبو تقورا عمام مقلاي دكتاتوريا وسرعات راح كخونا له سراويتن ميليشان إرترا سرعات قدف بدفاعاتنا بزي ملكوتو كنات الناتوي أبزي زار حسر مكرا كتيتو كالي يترفت فترة ومحبرة وزمدنتات كالكيلو هزبنا يسنتالو سنبراتنا إذا سكع بوليسي قدفكا كابتي أبدفاع زولو منسين لعلي كسمعو زخيل أكالي لن بهقدف تقديد كاب برد عاتي كافقودو كربان ربان تهلخ زلخات دقيم مساء الدلي عبيدي الكات حرنا اللؤوان حجيو ولدونا سنتوقع سي زي كعز مسل حيلتات هاي السلاسين درقن سعيرهم نسألنا تمسيهم الكايم نسخاون زي كعز مسل عفاني سرعات قدف نبرا ختقبر أبيت كايم تبقس رحنبر حق استخاب زحاتهم كم زلنا يو أمد ربدا سهرانا ويصعم ترفون أبزن سرسر بحريسة إمام زلون زيقاتاتنا عسري بلومن نزار من أو سرعات نمقيار جن كندو مسوعفي أيخ فلناني
مبقاس طرح محران طرح دحريو حرس حرستاي نقدا يخون بزي دليتو تقديدو برز حنقت زيقا اي كلونيوم بعين سئلئي زرئنا قربت هاقرون اي كلونيوم مسقورا بتنا بمتحبار سلامن لمعاتن بالتسقنان كان الرقاقز نخيلنا زلا ألم كبرن موقسن سواتنا بحت مسكرن نزل عالم كبيرات بر ودكات نقبات سرعات بحد النت نحر النت بحت مسكرن عسران حمشتن يغني اللين ثانك يو يغني لنا تقعد لاي جرز جهير تولدي. شكرا الأستاذ جرس جهير حقيقة على هذا السرد الضافي هذه الإشارة إلى واقع الظلم وواقع القهر الذي يتعرض له الشعب. الآن هل الأستاذ شعب موجود لقراءة الكلمة بالعربي أو ترجمة لها؟ أستاذ شعب؟ لا ما شايف. خلينا نقدم النشيد. طيب الكلمة مترجمة عندك بتاع جرس جير وإدريس. نعم شل على الكاميرا حقك بس. أنا مسموع؟ ارفعها. نعم مسموع. لكن المشكلة أنا داير أطلعها وأقرأ كنت لكن ما أعرف إلا أقرأها لأنه في الكمبيوتر موجودة معي وأنا خاشي في الكمبيوتر فإلا أقرأها كده يعني كده كويس ايه تمام. أوكي. الفاتح من سبتمبر بداية النضال الثوري سيبقى خالدا إلى الأبد. أوقدت شعلة التحرر من الاستعمار الأجنبي في بلادنا في الأول من سبتمبر 1961 بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي، وأكملت المرحلة الأولى من الاستقلال. وها نحن الآن في المرحلة الثانية من التحرر التي مضى عليها 34 عاما. لم تحظى المرحلة الأولى من النضال التحرري بأي دعم دولي، بل على العكس، في وقت كان فيه العدو داعمون دوليون وعدد كبير من القوات بدأ كفاحنا المسلح بأسلحة وقوى بشرية محدودة، بالإضافة إلى الحرب الأهلية التي كانت في بعض الأحيان. وقد دام النضال 30 عاما طويلة ومريرة، وهكذا كان الاستقلال الوطني الذي جاء بعد كل هذه التضحيات كما رأيناه بأم أعيننا، ولهذا علينا حمايته والعناية به إن المرحلة الثانية من النضال التي تلت التحرر كانت تحمل الكثير لنتعلمه من المرحلة الأولى. وقبل كل شيء كان لابد من تقوية وحدتنا لتسريع نصرنا، إلا أن مشكلتنا الداخلية أي تغيير النظام الإريتري هي التي تكلفنا الكثير الآن، ولذلك أسباب متعددة. قبل كل شيء، إذا كان هنالك من مسألة يجب الالتفات إليها ويمكن ذكرها، تتمثل في معالجة خلافاتنا. إنه عجزنا إلى الآن. نعم، يفترض أن يزعجنا الأمر، وإن كانت تجربتنا الأولى في تغيير حكومتنا وقد يظهر ذلك كواحدة من الأسباب. هنالك أسباب أخرى، لكن بوادر الدكتاتورية التي بدت واضحة ضد شعبنا منذ البداية. ولو أننا لاحظنا انتهاكات الحقوق مبكرا وقلنا لا متحدين، لما تمكن تنظيم الهجدف من ترسيخ قبضته. نقول هذا لنركز على قضية وحدتنا أكثر من أي وقت مضى، إن أردنا التأكيد على وجودنا في أن انقسامنا يمنح عدونا المشترك فرصة لتمديد عمره في التنكيل بشعبنا. لذا علينا جميعا أن نتخذ إجراءات متحدة صادقة بشأن ما يجب فعله لتخليص شعبنا من المتاعب وهجرتنا التي ستقتصر أو ستكون قصيرة. أما من خلال تنظيم وحركات بطيئة لا يمكن أن يحدث أي تغيير، ولكن عندما ننجح بالوحدة فإن ذلك يعني تمكين شعبنا من إسقاط النظام ودعم قوى التغيير، وسيساعده ذلك على تحقيق أهدافه. كانت التوقعات مع إريتريا الحرة قد حسمت،
ينبغي على جميع الإريتريين الطموحين أن يلعبوا دورهم في بناء الوطن والنمو الاقتصادي. تلك التوقعات والآمال التي قطعت بسبب نظام القمع الذي أجهد طموحاتهم وأحبط أحلامهم وأجبرهم على ممارسة استثماراتهم في دول الأخرى، كما أن القوى السياسية الإريترية لم تتح لكوادرها الطبية الفرصة كي يخدمون شعبهم ووطنهم، وأن مهندسون وغيرهم يبنون دول أجنبية أخرى. لم تنال إريتريا حصتها كما حلمنا جميعا. لهذا وبما أن القدرات اللازمة لبناء لم تجد موطئ قدم، فإن النضال الذي نخوضه من أجل تغيير قانوني من أجل التغيير نضال قانوني دون شك، وسنناضل لنضمن الحقوق الدستورية لازدهار بلادنا. نحن كقوة سياسية في إريتريا نضع قضية وحدة القوى المناضلة في مقدمة أولوياتنا. إنها قضية نناضل من أجلها، ونحن على استعداد لبذل كل ما في وسعنا من أجل الوصول إليها، ولا بد من ذلك وقبل كل شيء. والمهمة العملية الحقيقية لنا جميعا الآن هي إزالة النظام الدكتاتوري، ولندع الأمر الآخر إلى الغد. الجيش الإريتري والميليشيات عليكم التذكر بأن النظام يجبر هؤلاء على البقاء في الثكنات وخوض حروبا لا تعنيهم. أن ذلك يثير البؤس ويدمر شعبنا بحرمانه حتى من العلاقات الاجتماعية الطبيعية. إن آثار هذه السياسة المروعة للهجدف أكثر وضوحا بإجبار الشباب في البقاء في الثكنات. أنتم مجبرون من قبل النظام على التسلح وقضاء وقتكم في التلال والأنهار. أما الآن أصبح مستقبلكم في أيديكم. حان الوقت لتنتفضوا. جيل الآباء انتصروا على هيلا سلاسي وهزموا الدرج وأتوا بالحرية، وأنتم أيضا لكم نظاما قمعيا ولكن غير مستحيل تغييره. الأمر مطروق لكم لتحقيق ذلك. انطلقوا فحسب، ولديكم العديد من المساندين. هنالك عدد لا يحصى من المواطنين الذين تركوا هائمين في الصحراء وغرقوا في بحر هائل، لكن تغيير النظام لا يكلفنا الكثير. فقط انطلقوا وكونوا رحماء على شعبكم وبادروا بالتغيير لينعم شعبكم ووطنكم بالأمن والأمان، وليحرسوا الفلاح، ولتحرص أيها المزارعون وتمارسون نشاطكم، ويمارس التجار تجارتهم. ولن يجبر أي مواطن على حمل السلاح رغما عن أنفه كما هو الحال الآن. كما سوف لن تنظر إلينا أي دولة مجاورة بكراهية، والسلام والتنمية بالتعاون مع جيراننا، وبإمكاننا ضمان الرخاء. المجد والخلود لشهدائنا. فليخلد الفاتح من سبتمبر للأبد، الخزي والعار للدكتاتورية معا من أجل الحرية. الأول من سبتمبر 2025. القوى السياسية الإريترية. شكرا. تحية النضال والتقدير للقوى السياسية الإريترية التي عبر عنها المناضل جريس جهير، وهذا هو الموقف الذي ستسير عليه الجماهير الإريترية، الجماهير التي فجرت ثورة الفاتح من سبتمبر بعتاد وعدد قليل، قادرة في هذا العصر وفي هذه المرحلة أن تشعل أيضا ثورة على هذا النظام المتجبر. شكرا جزيلا. الآن نظل في فضاءات سبتمبر عبر نشيد سبتمبر إن شاء الله. أمين. كابز قتلنا دماني مزمور نحادة مسكرن تملكت مزمور كان غربر كلنا.
تحية المجد لسبتمبر العملاق، وتحية لشعبنا الباسل شيبا وشبابا رجالا ونساء الذين انطلقوا وخرجوا لهذه الثورة الباسلة. حقيقة يعني الثورة التي قدمها الشعب الإريتري ستظل نموذج نضالي كبير وعميق وعظيم، ولكن للأسف الشديد هذا النظام شوه يعني وانحرف بهذه الثورة وفرط في هذه العطاءات الكبيرة للشعب الإريتري وهذه التضحيات الجسيمة التي قدمها على مدى 30 عاما. ولكن طالما أن عزيمة الشعب الإريتري ما زالت راسخة وإرادته ما زالت قائمة، فإن الثورة ستعود مرة أخرى لتعود إريتريا مرة أخرى إلى حقيقتها وتحتضن شعبها بسلام وأمن وعدالة تتوفر للجميع. الإخوة الأكارم، الآن ننتقل بالكلمة إلى القائد المناضل، الرجل الحقيقي الذي يصول كل المنابر ويتحدث فيها ويوضح فيها قضية الشعب الإريتري. الآن نقدم الفرصة ونتيح المجال للمناضل الدكتور نقاش عثمان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي ليتحدث في مناسبة سبتمبر. تفضل يا دكتور. كابزي قتلنا دما بومبر فتصام بيت صحفة إرترا هاجراو بايتو ديمقراطيا ولوتي دكتور نقاش عثمان نزي ناي زخري حدا مسكرم بالسوسان 4 نذكر له دلنا معلتي عملكيتو قال كذا. تفضل دكتور نقاش. شكرا على التقديم وشكرا لكم جميعا. الأخ رئيس سكرتارية القيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، الإخوة والأخوات أعضاء القيادة المركزية للمجلس الوطني، السيدات والسادة قادة الفصائل الوطنية الشقيقة، ضيوفنا الكرام، بداية يسعدني أن أحييكم باسم قيادة المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، وأشكركم على تلبيتكم دعوتنا للاحتفال معا بالذكرى 64 لانطلاقة ثورتنا المظفرة. والشكر موصول لمكتب الإعلام والثقافة كافة العاملين فيه على ترتيب هذه الأمسية المباركة. نحيي الذكرى 64 لانطلاقة ثورتنا المسلحة العملاقة التي فجرتها جبهة التحرير الإريترية بقيادة الشهيد الرمز حامد إدريس عواتي في ظل ظروف سياسية معقدة يمر بها الشعب الإريتري ومنطقتنا بشكل عام، وما تشهده الدولة الإريترية من وضع ينبئ بانهيار وشيك وتدهور الأوضاع على كافة المستويات في إريتريا بفعل السياسات المدمرة للنظام الدكتاتوري المتسلط واضطرار عشرات الآلاف من أبناء شعبنا وخاصة الشباب منهم إلى الفرار بجلدهم من جحيم نظامهم بحثا عن ملاذ آمن. وفي الوقت الذي نحتفل به بذكرى ثورتنا المجيدة، فإننا جميعا مطالبون بالوقوف مع الذات واستخلاص الدروس والعبر من بطولات وتضحيات شعبنا لنستمد منها القوة والعزيمة لمواصلة النضال حتى إحداث التغيير المنشود في إريتريا. الإخوة والأخوات، لا يسعني في هذه المناسبة العظيمة ونحن على أبواب انعقاد المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي إلا أن أتقدم بنداء صادق لجميع مكوناته لنجعل معا من المجلس الوطني جهازنا التمثيلي الأول في كافة جوانب العمل السياسي والدبلوماسي والإعلامي والجماهيري، ما دمنا قد تعاقدنا جميعا على ميثاقه الوطني لمرحلة التغيير الديمقراطي وضوابط مرجعية النظام الأساسي للمجلس، ووضعنا بالتوافق آليات عمل مثلى تضمن مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات وتسيير مؤسسات المجلس الوطني التشريعية والتنفيذية والقانونية. كما أننا يجب أن نقوم بكل التزاماتنا المعنوية والسياسية والمادية لإنجاح المؤتمر الثالث والخروج بقرارات من شأنها أن تسرع الخطى باتجاه التغيير الديمقراطي المنشود في بلادنا. كما أن الوضع الخطير الذي تمر به إريتريا الحبيبة
يحتم على كافة الوطنيين الحادبين على حاضر ومستقبل وطنهم والأوفياء لأهداف ثورة سبتمبر المجيدة وشهداء الأبرار أن يتجاوزوا صغائر الأمور ويشحذوا الهمم ويسخروا كل طاقاتهم للخلاص من النظام الدكتاتوري القائم والسعي من أجل إقامة نظام ديمقراطي بديل. إن جماهير شعبنا وقواه الحية في الداخل والخارج ونخبه الوطنية مطالبين بتصعيد النضال حتى تتحقق كافة أهداف ثورة الفاتحة من سبتمبر، وأننا على ثقة تامة بأن الشعب الذي صنع ثورة سبتمبر وحقق معجزة الاستقلال لن يعجزه إسقاط النظام الدكتاتوري وتحقيق التغيير الديمقراطي المنشود في بلادنا. إن النظام أقفل المايك بالله. إن النظام الإرثري استمرارا في نهج الإقصاء والتضييق على كافة المؤسسات الدينية والأهلية قام مؤخرا بإجراءات تعسفية بحق مؤسسات إسلامية، حيث أغلق مؤخرا خلوة لتحفيظ القرآن ومدرسة إسلامية في مدينة جندة، واعتقل الشيخ آدم شعبان وآخرين. هذه الممارسات التعسفية تظهر بأن هذا النظام ماض في سياساته ونهجه المدمر. إننا وإذا نستنكر بشدة هذه الممارسات الهدامة للنظام، ندعو شعبنا بكل طوائفه وانتماءاته أن يدينها ويرص صفوفه لمواجهة سياسة فرق تسد التي دأب الدكتاتور السير عليها، والنضال معا من أجل بناء وطن الحرية والعدالة والمساواة على أنقاض النظام القائم. عاشت إريتريا حرة ومستقلة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار 1 سبتمبر 2025. شكرا المناضل الدكتور نقاش على هذه القراءة، ونأمل أن تظل القوى الوطنية الإريترية والمقاومة الوطنية تسير على الدرب والميثاق الذي رسمته جماهيرنا في المؤتمر العام للمجلس الوطني. وبإذن الله تعالى أنا حقيقة أقول بأن كل القوى وكل الكلمات التي نسمعها الآن تعبيرا عن القوى السياسية ومن الدكتور نقاش كحادي ركب هذه المقاومة، ستظل ثقتنا عالية في شعبنا الإريتري على خوض معركة التحرير الثانية إذا جاز التعبير. الآن نكمل مع الدكتور نقاش. ترجمة للكلمة. ترجمة. شكرا الأخ المناضل الكبير الإعلامي القدير فريتاي على ما أشرت إليه، وإننا حقيقة يعني ثابتون في الموقف وسائرون إن شاء الله نحو معا لتحقيق النصر المؤزري للشعب الإريتري. كبور حاو أبو منبر سكرتاريا ماكلاي مريحنتي إتراها قراوي بايتون ديمقراطيا وروتي أحواتنا حاتن أبالات ماكلاي مريحنتي إتراها قراو بايتو كبرانين كبراتين مرحتي محازوت هاقراو الدبات كبرات أقايشنا أقدم باسم مريحنتي إتراها قراو بايتو عزو سلامتاك أغرب دسبلني مبل سسان 4 عامت مجمار برتاو سورانا بحبار كان بحز قبرنا وعد ما أخبركم أبزي مسانا مركابكم عبي مسقانا كان قرب دسبلنا كم أون بيت أفاد زينان بهلن أبالاتهم كلهم نزينا إلهم مشت مدب بمدلاو زقبروا عزوز سعري مسقانا كأقربون حابا نسمعني نوبل سسان 4 عامت مجمار بتقالوا حرنة إتراب مريحنا جقنا سوء حامل ريس عوات السبق سيعد كاو سورانا أبن ذكر له ذلنا أوان نهزب إتراب في اللي دمان زوبانا بحفشا زقاتم ذلو استحالا لخي بوليتيكا وكونتات كومون هاقرنا إتراب زقات ما ذلو سيقمنا بود كزمن رح كونتات سفين ومهلاو كلها نكتات له ذلنا قد دايقين إتراب هاقرنا بسنكي أعناو بوليسيتات ملكاو سرعات سيدف أو كل درجاتات إندان قد قلت تخيد مهلا
ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ህዝብና ብፍላይ ከዓ መንእሰያትና ውሑስ ማዕቀቢ ክደልዩ ካብቲ ገሃነማዊ ስርዓት ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ ካድሙን ናብ ስደት ከምርሑን ንሪኦም ኣለና ዝኽሪ ክቡር ሸውራና ኣብ እነብዕለሉ ዘለና እዋን ኩላትና ብሓባር ኩነታትና ደው ኢልና ክንመዝንን ክንግምግምን ካብ ድልነትን መስዋዕትን ህዝብና ትምህርቲ ብምቕሳም ካብኡ ዝድለ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ዝረጋገፅ ቃልሲ ንምቕፃል ሓይልን ቆራፅነትን ሓድነትን ዝመልኦ ቃልሲ ከነካይድ መድረክ ይፅዋዓና ኣሎ በዚ ኣገዳሲ ኣጋጣሚ እዚ ሳልሳይ ጉባኤ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምክያድ ኣብ እንቀራርበሉ ዘለና እዋን ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ኩሉ መዳያት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዜናውን ህዝባውን ምልዓል ብንፁፍ ከነካይድን ንኩሎም ኣካላት ባይቶና መፃምትናን ልባዊ ፃውዒት ከየቕረብኩ ክሓልፍ ኣይመርፅን እዚ ድማ ኩላትና ነቲ ሃገራዊ ቻርተርን መድረካዊ መደብ ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ንኣመሓድራ ባይቶና ዝተሰማምዓናሉ ቅድን ዘረጋግፅ ምቹእ ናይ ስራሕ ኣገባባት ኣቐሚጥና ምህላውና ኣብ ግምት ምእታው ሕማማትና ብሓባር ተጊህና ክንተግብር ንሕተት ኣለና ከምኡውን ዕዉት ሳልሳይ ጉባኤ ንምስልሳልን ኣብ ሃገርና ናብ ዝድለ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ዝወስድ መንገዲ ዘቃላጥፍ ውሳኔታትን ሒዝና ንክንወፅእን ሞራላውን ፖለቲካውን ንዋታውን ግዴታትና ክንፍፅም ከም ዝግባአና ከዘኻኽር ይፈቱ ክቡራትን ክቡራንን ንኤርትራ ሃገርና ዘጋጥም ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ኩሎም ብዛዕባ ህልውን መፃኢን ሃገሮም ዝግደሱን ዕላማታት ክቡር ሰውራ መስከረም ደጋን ሽውዓትናን እሙናት ዝኾኑ ሃገራውያን ልዕሊ ኩሉ ብሓባር ክሰርሑን ውሳኔኦም ብሓንሳብ ከጥርንፉን ይሕተቱ ኣለዉ ኣብቲ ዘሎ ዲክታተርያዊ ስርዓት ህዝብና ክገላገል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ እውን ብሓባር ፀሚዶም ከቢድ ፃዕርታት ከካይዱን ቃልሶም ከደንፍዑን ድማ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒተይ የቅርብ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ከተማ ጊንዳ በዚ ስርዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ናይ ቁርኣን ከልዋን ኣደም ሻዕባን ኣሲሮም መሳርሕቱን ዝገብሮ ዘሎ ቀፃሊ ነቲ ናይ ፈላሊኻ ግዛእ ፖሊሲታት ስርዓት ዝኽተሎ ስለ ዘሎ ኣብ ኩሉ ዘጋጠመ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍፀም ዝነበረን ዘሎን ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ደው ክብል ኩላህና ብሓደ ሃገራዊ ድምፂ ክንገጥሞን ክንምክቶን ከም ዝግባአና ብምሕታት ንኩሎም እሱራት ናይ ሕልና እሱራትን ናይ ፖለቲካን ናይ ብሰንኪ እምነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ሃገራውያኑን ክልቀቁ ፃዕርታትና ኣብ ኣህጉራዊ መዳያት ብሓባር ክንዋፈር ድማ በዛ ኣጋጣሚ ዝፅውዕ ነፃ ኤርትራን ዘለዓለም ነፃን ሓርነትን ኤርትራ ንዘለዓለም ትንበር ክብርን ሞገስን ድማ ንጀጋኑ ስዋዕትና ይቀኒየለይ شكرا يغني لنا دكتور نقاش تفضل استاذ فريتاي شكرا للدكتور نقاش الآن الحقيقة نستمع إلى ورقة أعدها الأستاذ المناضل رئيس مكتب الإعلام والثقافة بعنوان الفاتح من سبتمبر المعاني والدلالات فليتفضل الأستاذ إدريس ካብቲ ቀፂልና ድማኒ ኡስታዝ እድሪስ ሁመድ ቦምበር ናይ ዜናን ሓበሬታን ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዘዳልዎ ነዚ መዓልቲ እዚ ዝምልከት 1 ሰፕተምበር ትርጉሙን ቁም ነገሩን እትብል بعربية فاقرب لنا تفضل استاذ ادريس افتح المايك طيب شكرا للاخوه ريتاي وامين والشكر لكم جميعا في البدايه التحيه لكم السلام عليكم جميعا ابدا هذه الكلمات التي عددتها او هذه العبارات التي عددتها عن الفاتح من سبتمبر المعاني والدلالات بمقتطفات صغيره من قصيدة لتجاني حسين في الفاتح من سبتمبر عام 61 طلعت من جرح المأساة في وطني زهرة شربت من ماء الجدول والطين ثم انغمست في دمنا المسفوح الأحمر
تقطع صفو الليل على الدخلاء المحتلين. أحبابي في الجبهة يأتون كالسيل الجارف وجه الأرض، كالخيل الضارب وجه الأرض سيأتون. أحباب المرضى الشرفاء المنطلقين بلا أسماء، أكتب عنكم وأنا أشهر حبي لكم، أشهر حبي للجبهة سيفا وقصيدة، وأموت على الوعد شهيد. هذه الورقة التي سوف أتحدث عنها هي بعنوان الفاتح من سبتمبر: المعاني والدلالات. لكل شعب تاريخ سجله في دفاتر الإنسانية يفخر به ويفتخر بالانتماء إليه، وإن مآثره تظل خالدة عبر الأزمان، تتوارثه الأجيال وتجعل من الذين قاموا به أيقونة ورمزا يخلد. ولم يكن الشعب الإريتري استثناء، فقد تقدم أبناءه الصفوف وصنعوا أمجادا وبطولات ستظل في سفر التاريخ إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. وقد لا يسع المجال في هذه العجالة للتنقيب عن التاريخ البعيد عبر حقبه المختلفة وصناعة التاريخ المجيد للإريتريين، ولكننا سوف نتناول التاريخ الجمعي للشعب الإريتري من خلال ثورته المسلحة التي كانت ملحمة وفعل ملهم وحد كل سكان الجغرافيا المعروفة اليوم بإريتريا. عليه من الحديث عن الثورة المسلحة التي تفجرت في الفاتح من سبتمبر عام 61 بقيادة الرمز الوطني القائد الشهيد حامد دريس عواتي لم يكن متكاملا دون الأخذ في الاعتبار دوافع الفعل ومسبباته. هل أتى هذا الفعل الذي قادته إرادة سياسية ثورية تمثلت في تنظيم جبهة التحرير الإريترية كردة فعل مزاجية عملتها ضروريات من أسس التنظيم السياسي الذي تبنى الانطلاقة، أم أن للحدثين تأسيس الجبهة وإعلان الكفاح دوافع ومسببات؟ بالتأكيد الدوافع معلومة للجميع، وأن القدرة على ترجمة الدوافع تجلت في التحدي الأكبر بأن حفر الإريتريون بأظافرهم لإثبات أنهم الأحق بوطنهم ليعيشوا كبقية خلق الله أحرارا يديرون حياتهم بنفسهم. ونسترشد هنا بما ذكره القائد المؤسس الزعيم التاريخي الشهيد إدريس محمد آدم في مقابلة منشورة في صفحات إحدى المواقع الإسفيرية، حيث ذكر أن العمل كان جاري لتهيئة المناخ للقيام بالعمل المسلح حسب الاتفاق الذي تم مع الشهيد عواتي في لقائنا معه في مدينة الحديث لإدريس محمد آدم في مدينة غردات قبل مغادرتنا للوطن. في هذه الأثناء وقبل أن تكتمل الاستعدادات السياسية والعسكرية لانطلاقة الكفاح المسلح، اضطر القائد البطل الشهيد عواتي إلى المبادرة في إعلان الكفاح المسلح في منطقة أدال في غرب إريتريا تحت ضغط السلطات الاستعمارية التي كانت تتخوف منه وتعد العدة الاعتقالي. كانت هذه البداية المتواضعة للعمل المسلح تعتمد على اسم القائد عواتي المعروف بين الإريتريين بوطنيته وشجاعته ودفاعه عن شعبه ضد المستعمر. لم يكن بيد عواتي ورفاقه من السلاح سوى بندقية إنجليزية تخص القائد عواتي وبعض البنادق الإيطالية القديمة. إذا هذا الحدث لم يكن أمام قيادة التنظيم الوليد سوى الاستجابة الفورية والمتسارعة بتبني نداء الكفاح المسلح ودعوة جماهير الشعب الإريتري للالتفاف حول الثورة المسلحة وتقديم الدعم السياسي والمادي للمجاهدين. من هنا يمكننا القول أن الشعب الإريتري اعتمد بعد الله على قدراته الذاتية، وأن الذين خرجوا مع القائد عواتي إلى الأحراش ليعلنوا بداية الكفاح لم تكن لهم شبر محررة، ولكن كانت إرادتهم حرة. إذن الإرادة هنا الحديث إذن الإرادة هي حجر الزاوية في كل فعل نريد القيام به. عندما نتحدث عن سبتمبر ونحتفل بتلك الذكرى، أولى المعاني هي الإرادة الحرة التي جعلت من أفراد لا يمتلكون مقاومة العنف الغاشم إلى ثورة عارمة عمت الريف والحضر وأصبحت أيقونة ثورات التحرر الوطني، وأحدثت زلزالا في كل المنطقة، وأولها دولة الاحتلال نفسها التي كان شعبها خاضعا وخانعا لنظام كهنوتي. وبفضل ثورة الفاتح نهضت معظم الشعوب الإثيوبية واقتلعت الكهنوت وأجبرت الطغاة فيما بعد بترك الشعوب تقرر مصيرها.
ومن الدلالات أيضا يمكننا التحدث عن التضحية، وهنا قد نسترسل كثيرا. فالشعب الإريتري في ذلك الوقت كان ناذرا لنفسه، نذر نفسه يعني من أجل قضية شعبه وأمته، ومتسابقا للتضحية والفداء. كان يرى أن حرية إريتريا وشعبها هي الأولوية، ويجب أن تفدى بالأرواح، ولم يرى غير طريق الشهادة سبيلا آخر. كانت الثورة في بداياتها ولم تمتلك إمكانيات، وكان اعتمادها على مواطني الريف الذين حموها وقدموا لها كل مقومات البقاء. وكان الشباب يتسابق إلى الميدان، وحتى عندما كبرت الثورة وأصبحت في مصاف الثورات العالمية، وعلى الرغم من أن معظم الشباب الإريتري أتيحت له ظروف أفضل من خلال اللجوء إلى دول الجوار والأقطار الأخرى وفرص التعليم التي أوجدتها الثورة من خلال علاقاتها مع أصدقائها، إلا أن معظمهم التحق بالميدان، وفيهم من ترك مقاعد الدراسة والعيش الرقيق ليلتحف الثرى في خنادق القتال ولينال الشهادة وهي على درجات التضحية. اثنين، الوفاء في مجتمعات تؤمن بقيم العدل والفضيلة. يعتبر الوفاء هو المعيار الأكثر استحضارا في سلوكيات الأفراد، ولهذا نجد أن الثوار والشعب الذين احتضنتهم تجربة النضال التحرري مستلهمين من الموروث الاجتماعي الذي تربوا عليه، وهو الوفاء والإخلاص. ولهذا لم يخن الإريتريون ثورتهم على الرغم من التعرجات التي صاحبت المسيرة، وظلوا قابضون على الزناد إلى آخر يوم، حتى تحقق النصر بخروج المحتل مهزوما من أرض الوطن في 24 مايو 1991. أما الشق الثاني من الورقة، وعن عنوان الورقة والمتعلق بالعبر، فإننا نقف اليوم أمام مفترق طرق. فالثورة التي بدأت بإمكانات شبه معدومة وانتصرت، قد يصعب علينا قول أنها لم تورث الأجيال الحالية ما كنا نتحدث عنه، ولكننا نلاحظ الفروق والشروق الكبيرة بين الأجيال. فجيل الأمس تصدر الصفوف وانتزع زمام المبادرة وقاد الثورة حتى النصر وطرد المستعمر، وجيل اليوم والحكم عليه قد لا تخطئه العين، جيل يعيش في ظرف مختلف وأولوياته الحياتية هي الطاغية، وفي الوقت نفسه اختلاف المراحل وانحراف المشروع الوطني نفسه لربما أضاع البوصلة. كان المأمول أن تحتضن إريتريا أبنائها وتصبح منارة لدول المنطقة من خلال تفجير طاقات شعبها وخاصة جيل الشباب، وأن حالة التنوع الثقافي والعرقي والديني تصبح ثراء. أن النتيجة الماثلة أمامنا عبرة لمن يعتبر. هل الشعب الإريتري الذي قدم قوافل من الشهداء يكون مصيره تسلط الطغيان عليه، وأن الجيل الذي كان من المفترض أن يستلم الراية يهيم على وجهه في المناهي بحثا عن الأمن والأمان؟ إريتريا تلك الدولة صغيرة المساحة وقليلة عدد السكان ومتعددة الموارد يعاني شعبها من شظف العيش، لتصبح مضرب الأمثال للدول الطاردة لسكانها، بالإضافة إلى أنها مصدر قلق لجيرانها. الأخوة، طبعا دي الورقة أنا قدمتها في هذه العجالة عن هذه الأشياء. يعني تكلمت عن الوفاء وتكلمت عن الإرادة. الإرادة بمعنى هنا لما نتحدث عن الإرادة، أي إنسان يمتلك إرادة حرة يقدر أن يتحدى الصعاب ويتخطى كل العوائق التي وضعت أمامه. وهذه هي كانت تجربة الثورة الإريترية من 61 إلى 91، بالرغم من المرارات التي ذكرت حتى في كلمات الإخوة المناضلين القيادات زي جيرس جيهير، موضوع الحرب الأهلية، أو المناضل الرئيس الدكتور رئيس المجلس وغيرهم. يعني نجد أنه فعلا كانت في تحديات وعوائق، بالإضافة إلى يعني ما عندهم يعني إمكانات، ما في لا مال لا سلاح، وحتى الأرض لم تكن محرر منها شبر، لكن يعني كلها كان العدو مسيطر عليها. ولكن بالرغم من ذلك فإن الإرادة الحرة جعلت من المناضل الإريتري الذي التحف الثرى وتسلق الجبال والفيافي أن ينجز هذا التحرير. دي الإرادة. الوفاء للعهد الذي قطعه هؤلاء مع نفسهم، وكأمانة للشهداء وأمانة لمن قطع العهد معهم. وبالتالي
لما تقطع العهد ولما تقول في وفاء، الشعب الإريتري من خلال موروثه الثقافي والديني والأخلاقي والقيمي يعني عنده الوفاء يشكل ركيزة أساسية في التعاطي معه في حياته اليومية. ولهذا كان صامدا، وكان يعني يقدم القوافل من الشهداء الأبرار ليكون هو يعني المنارة. هذه هي المرحلة. الشق الثاني من الورقة يتحدث عن الوضع الحالي. الوضع الحالي اللي هي الدلالات. ما هي إذا كانت دي الدلالات، المعاني شنو؟ المعاني أمامنا تجربة من 91 إلى الآن 2025، تجربة أطول من تجربة الكفاح المسلح، 34 سنة. في خلال ال 34 سنة ما هي المعاني التي يمكن استخلاصها؟ نجد أن هنالك جيلين أو مرحلتين. المرحلة الأولى قادها أجيال أو قادها جيل، وجيل الآباء أو جيل الأجداد إذا قلنا الشباب، الجيل الصغير اللي اتولد بعد التحرير أو في أيام التحرير. هذا الجيل تحدثنا عنه، ماذا فعل وكيف تحدى وكيف يعني حفر بأظافره لا من وصل. وأمامنا الجيل الحالي الذي أتى أو الذي أتت الحرية وهو موجود أو جاء بعد التحرير. هذا الجيل ما هي الفروقات أو الشروخ الموجودة ما بين الجيلين؟ دي هي القضية التي تحتاج إلى مناقشة. أنا أقول يعني هذه الورقة أنا قدمتها حتى نناقش إذا كان دي مشاكلنا ودي هي المعاناة. علينا الآن ممكن الناس تقول رأيها في إذا كانت دي هي حقيقة. طيب شنو هي المشكلة؟ ليه هذا الجيل يعني العطاء ما يكون بمستوى؟ أنا جبت بعض المبررات، أولاها المرحلة أو اختلاف المرحلة. نمرة اثنين يعني برضو جبت مسألة شظف العيش والإشكالات اللي بيعاني منها المجتمع. نمرة ثلاثة يعني المشروع الوطني اللي قامت من أجل الثورة هو ذاته أنا في وجهة نظري سرق، لأنه يعني المشروع الوطني الذي كان يحمل تحرير الأرض والإنسان لم يكن هنالك يعني بنفس الفهم بقدر ما تسلقت القوة على هذا المشروع واعتبر سرق. وبالتالي انحراف هذا المشروع برضو أو ولد حالة من عدم الرغبة في تقدم الصفوف، عشان يقول والله يا أخي الثورة دي ذاتها يعني ما قبل كده أبهاتنا وأجدادنا ماتوا فيها، وفي النهاية يهون إحنا مرميين في المعسكرات، ويهون إحنا في فهم بهذا الشيء. من هذه الزاوية برضو هذه يعني واحدة دي الأشياء اللي أنا كنت بشوفها. ولكن يعني النقاش بالعمق في هذه المسألة قد نصل يعني فيما بعد إلى نتائج توصلنا إلى مشتركات في معالجة هذه المشكلة، لأنها تشكل حجر، يعني تشكل يعني مسألة، تشكل يعني نقطة أساسية في البناء على إيجاد يعني قوة حية تقوم بمهام التغيير، إذا كانت القوة الموجودة في الداخل أو القوة الموجودة في الخارج. ده ما حبيت أقوله أنا. طبعا بالتقرير مكتوب الموضوع مكتوب، ما بعرف إذا في زول يقدر يقرأه، لكن ما أعرف أنا كيف نقدر نمشي فيه. شكرا يا أمين. في ريتاني أمين. شكرا. شكرا أستاذ إدريس. لو في إمكانية تقدم ترجمة موجزة، في إمكانية أو إذا تشوفوا إنه الورقة الموجودة ممكن تتوزع على الضيوف. ما أعرف أنا والله، هي أحسن تتوزع بعدين، لكن يعني لو ما بعرف أمين تقدر تقرأها ولا ما تقدر؟ والله أنا حاولت فيها، لكن في بعض الشيء يمكن الظاهر هي مترجمة من جوجل ولا حاجة، بس خليني أجرب يعني أبدأ. أنا خم ببخفتني يجن من الباتتي التراجم أخذ جوجل قلقي مثلني أبت السنتنس كم دلاي كاعتم ببونا تسقامي جن كفتني يعني ناي بحت مسكرم ترجمن قم نجرن ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ሰብኣዊ ማሕደራቱ ተዘክረታቱን ዘስፍሮ ታሪክ ኣለዎ፣ ይኮርዓሉን ይሕበነሉን ድማ ታሪኹ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ እናተወራረሰ ይነብር። ነቶም ታሪክ ዝሰርሑ ደቁ ይዝምረሎም፣ ፍጻሜታቱ ይስነድ፣ ታሪኾም ኣብ መዝገብቲ ታሪክ ይውቀር። ህዝቢ ኤርትራ ካብኡ ዝተፈለየ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅድመ ግንባር ደቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ታሪክ ሰሪሖም
ንጅግንነታው መስዋዕቱን ተቀዳዲሞም ድሕሪት ዝሰርፉን ኣይነበሮምን ኣብዚ ሓፂር ህሞት ናይ ኩሉ ኣብ በበይኑ ፅንኩር መድረኻት ኤርትራውያን ዝፈፀምዎ ጅግንነት ምቕራብ ኣፀጋሚ እዩ የግዳስ ሶራ ኤርትራ ካብ ዝፈፀመቶ ሓበራዊ ታሪክ ብሓፂሩ ምጥቃስ ይከኣል ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ዘረጋገፀሉ ዘደንቕ ጅግንነት ሰሪሑ እዩ ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ጅግና ስውእ ሓመድ እድሪስ ዓወተ ዘምቆሎን ዝመርሖን ብረታዊ ቃልሲ ደፋእቲ ተግባራትን ምኽንያታትን ኣብ ግምት እንተዘይተወሲዱ ዝተማልአ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝመርሐቶ ሰውራ ፖለቲካዊ ድልየት በቶም ብረታዊ ቃልሲ ምክያድ ዝወሰኑ ፖለቲካዊ ውድብ መስረቲ ካብ ስምዒታት ተደፋፊኦም ዝወሰድዎ ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ድዩ ነይሩ ወይ እውን ክልቲኡ ፍጻሜታት ምስረታ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ምጅማር ብረታዊ ቃልስን ድርኺታትን ምኽንያትን ነይርዎ እዩ ብርግጽ ከዓኒ ድርኺታት ከም ዘለዎ ይድፍለጥ ንድርኺታት ኣብ ግብሪ ምውዓል ግን ዝዓበየ ብድሆ እዩ ኤርትራውያን መሰረት ሰውሳኒኦም ባዕሎም ንምውሳን ካብቶም ካልኦት ሓራ ህዝብታት መሰል ሃገር ከም ዘለዎም ንምርጋጽ በአጽፋሮም መሬት ፍሒሮም ኣብዚ ስውእ እድሪስ መሐመድ ኣደም ኣቦ ወንበር ላዕለዋይ ባይቶ ኣብ ሓዲኡ መርበብ ሓበሬታ ካብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ቅንጣብ ጥቕሲ ብምውሳድ ኣነ ካብ ኤርትራ ቅድሚ ምውፅአይ ኣብ ቁርደት ምስ ስውእ ሓመድ እድሪስ ዓዋቴ ኣብ ዝገበርናዮ ርክብ ብዛዕባ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኣድላይ ምድላዋት ምክያድ ኣገዳሲ ምዃኑ ተሰሚዕና ነርና ንብረታዊ ቃልሲ ዘገልግል ፖለቲካውን ወተሃደራውን እኩል ምድላዋት እንከይገበርና እንከለና ሰበስልጣናት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንሓመድ እድሪስ ዓዋቴ ከኣስርዎ ይዳለው ስለ ዝነበሩ ቀዲምዎም ብምምላጥ ኣብ ኣዳል እትባህሊ ቦታ ምዕራብ ኤርትራ ተበግሶ ብምውሳድ ብረታዊ ቃልሲ ኣውጁ እዚ ጅማሮ ብረታዊ ቃልሲ ኣዝዩ ንእሽተይን ምቕሉልን ነይሩ ዓዋቴ ካብ ገዛእቲ ንህዝቡ ይከላኸል ስለ ዝነበረ ኣብ ህዝቢ ብጅግንነቱ ፍሉጥን ውሩይን ነይሩ እቲ ምጅማር ናይቲ ቃልሲ ኣብ ሽም ዓዋቴ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ዓዋተን ብፆቱን እኩል ዕጥቂ ኣይነበሮምን ዓዋቴ ዝተዓጠቃ ኣረጊት ብረት እንግሊዝ ካልኦት ብፆቱ ኣርግቶት ብረታት ኢጣልያ ተዓጢቆም ነይሮም ኣብ ከምዚ ፍጻሜ ኣብ ቅድሚ መሪሕነት ውልዶ ውድብ ነዚ ፍጻሜ ተቃላጢፍካ ካብ ምድጋፍን ህዝቢ ኣብ ጎኒ ብረታዊ ቃልሲ ክዓስልን ምጉስጓስን ኣብ በረኻ ንዝወፁ ተጋደልትን ብፖለቲካውን ሞራላውን ካብ ምድጋፍ ካልእ ሕርያ ኣይነበሮን ካብዚ ዘረባ ትቀንዲ ቁም ነገር ህዝቢ ኤርትራ ካብ መጀመርታ ህመቱ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ዓቕምታት ከም እተመርኮሰ እዩ ዝግርአ እቶም ምስ ዓዋቴ ናብ በረኻ ዝወፁ ብርኮም ዝዓፅፉላ ንእሽቶ ሓራ መሬት እኮ ኣይነበረምን ዘይስለብ ሓራ ድልየት ንነፃነት ግን ነይርዎ ስለዚ እምበኣር ድልየት ንዝኾነ እንገብሮ ስራሕ እምነ ኩርናዕ ዝኸውን ብዛዕባ ባሕቲ መስከረም ክንዛረብን ክንፅምብልን ከለና ብቀዳምነት እንሪኦ ትርጉምን ቁም ነገርን እዩ ናይ መግዛእቲ ባርባራዊ መጥቃዕትታት ክግምቱ ዘይክእሉ ውሑዳት ምዑታት ደቂ ህዝቢ ዘይምንዛዕ ሓራ ድልየት ነይርዎም እዚ ዝጀመርዎ ቁልዒ ብረታዊ ቃልሲ ሃልሃልትኡ ካብ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ እናለሓመ ብቅፅበት ናብ ዓርሞሽሞሻዊ ህዝባዊ ሰውራ ተሰጋጊሩ ስለዚ ሓራ ድልየት ምውናን ወሳኒ እዩ ሰውራ ኤርትራ ኣብነት ሃገራዊ ሓርነታዊ ሰውራታት ዓለም ኮይኑ ኣብ ዞባና ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ንለውጢ ዝቃለሱ ህዝብታት ኣገዳሲ ደጋፊ ሓይሊ
ኮይኑን ተረኺቡ ናይቲ እዋን መንእሰያት ህይወቶም መኒኖም ንህዝቦም በጃ ኮይኖም ንመስዋዕቲ መብፅዓ ዝኣተው እዮም ነይሮም ኣነባ ኣነ እናበሉ ንመስዋዕቲ ቀዳድሙ ነይሮም ሓርነት ህዝቦምን መሬቶምን ኣብ መስዋዕቶም ይርአ ነይሩ ድምፂ ሓርነት ኣብ ህዝቦም ይጋዋሕውን ነይሩ ሰውራ ኣብ መጀመርትኡ ኣብ ድኻ ህዝቢ ገጠር ተመርኪሱ ህዝቢ ገጠር ነፍሱ ገዲፉ ንተጋደልቲ ደቁ መሰረታዊ መቆሚያታት ህይወት ይማልኣሎም ነይሩ ይዕቁቦም ይቅልቦምን ጽኑዕ ከውሊ ይኾኖምን ነይሩ መንእሰያት ብብዝሒ ኣብ ሰውራ ይስለፉ ነይሮም ሰውራና ሳላ ዘይደርቕ ህዝባዊ ደገፍን መንእሰያት ምስላፍን ምንጩ ዘይነጽፍን ሽግ ዘይቅህምን ከዓ ኾነ ሰውራ ብፍሕፍሕ ዝጀመረ ብረታዊ ቃልሲ ጎቢዙስ ብክልተ ኣጋሩ ጸኒዑ መሬት ዝረገጸ ሓያል ሰውራ ኾነ ብኸምዚ ዝጀመረ ሰውራና ምስ ዓበይቲ ሰውራታት ዓለም ክንስራዕን ክቁፀርን በቕዐ ሰውራ ኤርትራ ምስ ኣዕሩኽ ሃገራትን ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ዝምድንኡ ብምድልዳል ንመንእሰያት ኤርትራውያን ዕድላት ትምህርቲ ከፈተ መብዛሕትኦም ምስ ተመረቑ ብትምህርቶም ደረጃ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ምቾት ገዲፎም ኣብ ሰውራ ተሰሊፎም ካልኦቱን ብዙሓት ትምህርቶም ኣቋሪፆም ናብቲ ቃልሲ ዝተጸንበሩ ውሑዳት ኣይኮኑን ኣብ ቃልሲ ተወፋይነት ዝለዓለ መግለፂ ስነ ምግባር እዩ ጉዕዞ ሰውራ ብሳላቲ ዝተነስነሰ ዓውዲ ብሰቲ ዝተነስነሰ ዓውዲ ዘይኮነስ ብብዙሕ ዕንቅፋትን መስርሕ ምግታርን ምሽምራርን ሓሊፉ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ተጋደልቲ ደቁን ግን ተስፋ ኣይቆረጹን ጉዕዞ ቃልሲ ነዊሕዎም ኣብ ፍርቂ መንገዱን ኣለሽ ኣይበሉን እኳ ደኣ ንቅድሚት ክሳብ ዓወት እናበሉ ክሳብ 27 ጉንበት 1991 መዓልቲ ሙሉእ ነፃነት መሪሾም ካብዚ ታሪኻዊ ወሳኒ ዓወት ሰውራና ኢትዮጵያዊ መግዛእቲ ንሓንሳእን ንሓዋርን ከዓኒ ተደምሰሰ ናይዛ ዘቕርባ ዘለኹ ወረቐት ካልኣይ ነጥቢ ብዛዕባ ቁም ነገር ዝምልከት እዩ ሎሚ ኣብ ቀራና መንገዲ ደው ኢልና ኣለና ብሒደት ዓቕምታት ተበጊሳ ናብ ወሳኒ ዓወት ዝበፅሐት ሰውራ ህሉ ወለዶ ኣይወረሰን ምባል ይኸብደና እዩ ግን ድማ ኣብ መንጎ ወለዶታት ዘሎ ገፊሕ ንቃዕን ዓብይ ፍልልይን ይረኣየና ኣሎ ናይ ትማሊ ወለዶ ተበግሶ ቃልሲ ወሲዱን ኣብ መስርዕ ቅድሚት ተሰሊፉን ንሰውራ ኣዕዊቱ ናይ ሎሚ ወለዶ ከዓ ካብ ዓይኒ ዝተሰወረ ስለ ዘይኮነ እስከ ብዛዕባ ነፍሱ ባዕሉ ይዛረብ ኣብ ትሕቲ ኩውነታዊ ዓፈና ቶታሊቴርያዊ ስርዓት ኢሳያስ ተደቂሱ ፍሉይ ተሃዋሲ ኩነታት ዝሕልፍ ዘሎ እዩ ኣብ ርእሲኡ ናይ ሰውራ ኩነታትን ሕጂ ዘሎ ኩነታትን ከዓኒ በበይኖም እዮም ስፍሓቱ ብዘየገድስ ጉጉይ ፖሊሲ ጨቋኒ ስርዓት ዝወለዶ ሃገራዊ ተኣላይነት ዝንቡዕ ኣተሓሳስባውን ሰፊኑ ይርከብ ብሰንግዚ ምናልባት ኮምፓስ ተማዛቢሉ ይኸውን ኤርትራውኳ ደቃ ክትእክብን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብነት ክትከውንን ይግባእ ነይሩ ኣብ ሃገርና ኢትኒካዊ ባህላውን ሃይማኖታውን ብዝሕነት ዘይነጽፍ ጸጋን ኣዕኑድን ስኒትና እዮም ኣብ ቅድሜና ኣብ እንሪኦ ዘለና ትምህርቲ ክንወስድ ይግባአና ዝተናውሐ ቃልሲ ዘካየደን ኣሻሓት ስውኣት ዝኸፈለን ህዝቢ ከምዚ ወሪድዎ ዘሎ ግፍዕታት ክፍደ ኣይምተገበአን ነይሩ ናይ ሕጂ ወለዶ ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ ወለዶ ባንዴራ ዓወት ተቐቢሉ ሃገር ክሃንፅን ከልምዕን እዩ ዝግባእ ነይሩ ኣብ ስደት ዘርሞ ክኸውን ኣይምተገበኦን ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ውሑድ ህዝብን ዝተፈላለዩ ባህርያዊ
ፀጋታትን እትውንን ህዝባ ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ይነብር ኣሎ ናይ ዜጋታትን ዝሰጓዕ ሃገራት ቀንዲ ኣብነት ተምሳል ኮይና ትርከብ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ንጎረባብቲ ሃገራት ምንጪ ስግኣት ኮይና ንረኽባ I think እቲ መቐፀልታይ ትተርጎምን መስለኒ በስ እዚ እቲ ዝረኸብክዎ ግን ከምቲ ዝበልክዎ ምናልባት ኣብቲ ኣተረጓጉማ ብግቡእ ስለዘይተተርጎመ ትልክዕ ትርጉም ሂቡ ክኸውን ተስፋ ገብር እያ Thank you أستاذ فريتا شكرا أستاذ أمين شكرا أستاذ أمين على هذه الترجمة والحقيقة الكلمة يمكن طافت منا في مراحل كثيرة وطرحت موضوعات كثيرة الآن يعني أود أن نتيح الفرصة للمناضلين حقيقة مناضلين من الرعيل الأول ومناضلين واكبوا منعطفات ومراحل ومنعرجات كثيرة في مسيرة النضال الوطني اليوم يعني موجودون معنا هنا ولذلك في فضاء سبتمبر لابد أن تكون لهم كلمات ولذلك نتيح الآن الفرصة يعني لمن رغب في أن تكون له كلمة عن مناسبة سبتمبر أو إذا كانت هنالك كلمات يريد أن يعقب بها على الورقة التي قدمها الأستاذ إدريس همد أستاذ أمين هو كابز قتلنا دما نعدل نجزا خنهدينا قد ما حجة ابن قبروز نبرنا في الزخري وبعالات توم قال زقربو بطعمي بزحو نيروم نتوم تساتفتي عدل كأني تصبي بيزقون نيرو لومجن تي مجلسات وحد يلو تزياد عدل كأني نتوم تساتفتي بزحات قدايمن مكراتن تقادلتي بزعبة حدا مسكرم بزح نجر كتبلو تقولو سلازلو تي عدل نجزاقن هبينا سلازي أداوكم حفلنا بالكم ببحادي عدل كنبكم مالتي أستاذ أمين يجوز بعض الأجهزة ما يلقوا رفع اليد ولذلك يعني إذا تتيح له فرصة أنه يأخذ المايك ويقدم نفسه يعني لأنه بعض الأجهزة رفع الأيدي ما عندهم العلامة هو زخونة يدو حف كبل دي صقا من تدع اللوح آني بدم صقيرو ينقرنا عدل كنهبينا حدا جيزيتي يدحف مبال دي صقمم أحوات لزلو زخونة ملأقسيق محلالف زدلين زي حدا مسكرم تاريخاوي علت زملكت وي بزعبا قالسي حزب إرترا زخونة ملأقسيق محلالف زدلي قطمي زلو ويكون تدألو عدل تخفيت له وأداوكم حفظلو ويكاني ميكروفون كتوزو تقولي كسابة أداو حفظ باتشاي تفضل مرحبا ኤርትራ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንዝገበሮ ናይ ዝዕለት ዘኣኽብሮትን ዕድመን ከምኡ ድማ ዕዱማት መራሕቲ ውድባት መፂኦም ዝሃብዎ መግለፂ ንዕኡ ብምድጋፍ ዕዱማት ተሳተፍቲ ኣጋይሽ እውን ብክብረት ነዚ ዕለት እዚ ናብ ዝመፀዋዕታ ምምፅኦም ባሻይ ካሜራኻ ትረአየላ ሶሪ ስእሊ ይረአየለን ፀልማት ይደሉ ባሻ የስ ሕርሕ ነዚ ኩሉ እንዳኽበርኩ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኩሉ ሰብ ማለት ኩሉ ዕዱም በዓል ሓላፍነት እዚ ዕለት እዚ ብታሪኽና ማለት ነስተንትነሉ ዕለት ዘይኮነሲ ነተሪፍና ዘሎ ሽግራትና ከመይ ጌርና ንፈትሓሉ መደብ ንውፅኣሉ ዕለት እዩ ወይ ከዓ ታሪኽና አንቢብና ገምጊምና ዘድልየናን ዘየድልየናን ፈላሊና ንሪኤሉን ንቅድሚት ንጥምተሉን ዕለት እዩ ተባሂሉ ከም ዝተጠቕሰ ናብኡ ከተኩር ፈቱ ግጥምታት ገለመለ ኣሎ ኩሉ ሻዕ ልሙድ ግን ግዜና ክወስደልና ስለዝኾነ ናብዚ ከተኩር ይፈቱ ማለት እዩ
ከይዱ እቲ በርኒን ኢሹ ዘሎ ኣብ ታሪክና ዘሎ ኩላህና ንፈልጦ ኮይኑ እዚ ሕጂ በርኒን ኢሹ ዘሎ ጉዳይ ግን ከነስተብለሉ ይግባአና ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ንሓድነት ክጥምት ከሎ ነቲ ንሓድነት ዝዕንቅፍ ነገራት ግን ዳርጋ ብዙሕ ግዜ ሸለል ይብሎ ይስሕቶ ይዝንግዖ ስለዝኾነ ናብኡ ከነተኩርን እንታይ ኢና ዝጠፍኣና ዘሎ ሃሰስ ክንብልን ከድልየና እዩ ማለት እዩ ዝተዓዘብኮ ነገራት እንድሕር ድዩ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኩላትና ከምንፈልጦ ዝምድናታትና ከመይ ጌርና ኢና ነመዓራርዮ ብከመይ ከኢና ከነስፍሖ ንኽእል ካበይ ንብገስ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ክንከይድ ከለና ሳምታይምስ ከምዚ ዘለኹ እንታይ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ገፅና ስለንኸይድ እሞ ኣብ ሽግር ስለንኣቱ ናይ ታሪክ ምድግጋም ስለዘምፅእ እየ ማለት እዩ እንድሕር ሪእናዮ እቲ ጉዕዞና ኣብ ኣገባብ ስምረት ኣብ ቃልስና ተጋጊና ኢና ኣብ ዝምድናታት ስምረት እውን ምስ ወፃእተኛታት ምስ ውሽጢ ዘለው ካብ ቤትና ክንድንጅምር ምስ ግዳም ዘለዎ ኣካላት እንዳተዛመድና ሃስያታት ናብ ነብስና ከም ዘንፀባርቕ ጌርና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ተማሂርና ሕጂ እውን ኣብ በርኒን ኢሹ ዝነበረ እዞም ኣነ ኩሉ ግዜ ትሪፕለትስ ካብ ሓደ ማህፀን ዝወፁ መለኽቲ ወይ ከዓ ሓደ ኮኑ ሰለስተ ኮኑ ዝብሎም ኣካላት ንዓና የማነ ፀጋም ከብሉናን ከጋዳትዑናን ነቲ ናብቲ ውሽጣዊ ግርጭት ናትና ከም ዘይነስተብል ክገብሩናን ክኢሎም እዮም ክሳብ ሕጂ ንዑ ክንፈትሖ ኣይከኣልናን ከም ዝዝከረኒ ሓደ ግዜ ዶክተር ዩሱፍ ብርሃኑ ከመይ ገይሮም ንዓና ይፃወቱልና ከም ዝነበሩ ኢትዮጵያ ከም በዓል ወያኔ ነቲ ስርዓት ፀንቂቖም ዘይመነውዎ ምንባሮምን ንዓና ድማ ገደብ ይገብሩልና ከም ዝነበሩ ንዱ ዝተቐሶ ትዝ ይብለኒ ሕጂ እውን ብድሕሪኡ እውን ዝምድናታት ናይ ኣብይን ናይ ኢሳያስን ኣንጻር እቲ ሳልሳይ ወያኔ ዝገበርዎ ንዝክር እንደገና ሕጂ ተገላቢጡ ድማ ካልእ ዝምድናታት መፂኡ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ህዝብናን ኣብቲ ውድባቱን ፅልዋታት ስለ ዝፈጥር ንዓና ብኡ መጠን ከዓኒ ነቲ ናይ ስምረትና ጉዕዞ ከዓናቕፎ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ወርደና ዘሎ እዩ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ መሰረት ብምግባር እምበኣር ኣነ ምናልባት ካብዞም ዘለው መራሕቲ ኣብ ትማል ዘይጠቀስክዎ ንምንታይ ምክንያቱ ፍልይ ዝበለ ነጥቢ ስለ ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ዕድል ክርከብ ኣለዎ ኢለ ስለ ዝገመትኩ ሕጂ ግን ናይ ኤንሲዲሲ ጉዳይ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ክሓቶ ዝደሊ ነገራት ኣሎ ንሱ ድማ ዶክተር ነጋሽ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸደሉ ምክንያታት ብግቡእ ክበርህ ከም ዘለዎን ስለ ዝደለኹ እየ ማለት እዩ ንሕና እዚ ዕለት እዚ ንገራጨውሉ ዕለት ዘይኮነሲ ንሳምዓሉ መንገድታት ሃሰስ ክንብል ግን ድማ ብዘይ ንሓፍነት ከዓነ ንሓድሕድና ምእንቲ ክንጥንክር ምእንቲ ክንሕይል ምስ ካልኦት ክንዝቲ ከለና ድማ ሓያላት ኮይና ምእንቲ ክንቀርብ ክጥዕም ኢለ እምበር ንሓደ ክወቅስ ንሓደ ክነኣስ ስለ ዝደለኹ ይኮንኩን ስለዚ ንዝፈትዎ ኢኻ ነቐፌታ ተቐርበሉ እሞ ወይ ከዓ ተሓቶ ትርር ዝበለ እሞ ኣብ ርእሲ እቲ ክብሎ ዝፀናሕኩ ዋላ ገለ ዝገይር ተወለውን ምስ መንሽሙ ምስ ዓዋተ ክቐርብ ከሎ ምሳልሕ ጋዲ ብዛዕባ ፎርሙላን ብዛዕባ ኣመራርሓን ተጠቂሱ ነይሩ ካብ ፎርሙላ ኣይኮነን ካብ ኣመራርሓና እዩ ዝብል ርእቶ ነይሩዎ ንክልቲኡ ቅሪብዎ መጀመርታ ግን ናብታ ኣመራርሓና ጉድለት ናትና እዩ ዝብል ኣምዚኑ ማለት እዩ ዳሕራይ ብዝኾነ ሱ ዘባእሳ ኣይኮነን ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ፎርሙላ ሃልዩ ኣመራርሓ እንተደየለ ኣመራርሓ ሃልዩ ከዓ ፎርሙላ እንተጠፍአ ብደይ መደብ እንድሕር ኣመራርሓ ሒዝካውን ትርጉም ስለዘይብሉ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ዘባእሰና ኣይኮነን ዝምድንኡ ምፍላጥ ጥራይ እዩ ዘድሊ ስለዚ ናብ ሕቶይ ክኸይድ ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ክትከይድ ከለኻ ዶክተር ነጋሽ ምስቲ ዝነበረ ኣረኣእያኻ ኣነ ከም ዝግምቶ ነቲ ሰለስቲኡ መልእኽቲ ሓይልታት ትነፅጎ ኢኻ ነርካ ኣነ ብዙሕ ጠመተውን ገብረልካ ነይረ ብኣወንታዊ መንገዲ ማለት እዩ ምስ መልእኽቲ ምፅጋዕ ከም ዘየድሊ ኢኻ ትገልፅ ነርካ
سلازي نزخ تقبر كلها أتحساسبها سلمنتاي كأيرو كتبرها لنا مالسي وساني ناي ودبكا ناي ويكا ناي تتمرعو زلخا حيلتات سلا زخونا مو ديمقراسياوي ميزان سلا زتسعر الرعاية خاديش ولا خالق مخنيات علوه بزوح سب نزل زبر زلخونا منتاي بزوح سب انتاي يبليو انتاي خوينا نيرنا دارقا تحت هكدف زنبورسي كنكسبهم جميرنا نيرنا مالتي قم تقدم زبلكو نخسروا النقرات علو بمرارحة أمرارحة زقبرو سقوم تتاز وسدوه دارقا بزحات كسيبنا يمسي حجيقن أنا بتخكل دارب زولقو بقودهم جبها خبلو جميرهم مالتي إذا عينت النقرات مسرعي الذي أبزي نقر صنع كايا نقرن كتكسبو إلكا حسب كايا نقر ويشعبيناتو أب حزب انتاي كمزقم دخل هجم جيمودي زنقرات زي ولا خمعيو حدا إيزي قال ما تهديد نائب على الدكتور أبي أبزقوان زي حزب الحقوق مثل زلوا إثيوبيا وان بعلون كم نصبرقنا يت حزبين صاروا تطويل زلوا بزحات كاب إثيوبيا وان تقاومتي نوق امبيلوم نملختي امبيلوم نسلام كحراي نبل زبل عبي كونفرنسات زكايدلو واني مالتيو سلازي استهديد ناي زوم ملختي كاب دكتور أبي جميركا ولا إساياس خون ولا اقدفخون با وياني خون ناتي سمعيت ناي هزبي تفلي ومزلون نعوب هاقراو سمعيت نخصبو خبلو فيك زخونة تبقسو وشيدوم سي ودباتهم كدحنو مبر هزبي خدحنو زلعالو زلو كوينو أي سمعانين يا أنمو ناتكا الرعايا أبزي كمئيو الذي نزب قمت بزعتوخي نزري خايو دي خان زخونة هزي نابو خد كيد كلها حراي كالب سالساي كقربو زغيل نإساياس نخشو للاونت ناس سلا زما زابري ايو مالتيو مالسي عد طرايا سلا زترفا اغزونا حزب سلا زدمسسه بزينا نقاومو زلنا مسؤون كومو زامسلون كنزامل كا كم زيد لنا صنققنا زودانا خوينو يسمعني نيرومو نعخاون بخومي زغمتكا نيرومو سلمنتاي شغمت زي توسيدو ويكا اخر محجي خم تمكرنا خم تنسخاون تبلو زنبركا مس حاله الاولى زدمسسسي تسقعهم زخونو سبات نقفهم نيركا اخا خمس خما اذا مسلمو نزو سانه زي توسد لمنتايو حرايلو منفسكا خبل يدليمو ترديكم نقط كونو تسفا قبر زي برها نجر انتلو جن عندنا تحطون تقوليهم يعني لي ثانك يو اوكي دكتور نقاش المجال لك. اوكي بس يعني عشان نتجنب سؤال وجواب عشان ما يكون عامة، لكن طبعا الأخ المناضل باشاي ردي من الرموز ومن المناضلين الكبار في هذه الساحة حقيقة، لذلك لابد من توضيح السؤال. لو بس تلخصوا الأخ إدريس عشان للمتابعين أو أي واحد فيكم يعني. تابعت السؤال يا أخ إدريس؟ نعم تابعته. نعم بس الله يخليك، عشان بس هنا عشان أنا أيضا أحاول أرد، بس عشان بعدين ما نحول لسؤال وجواب يعني بشكل عام، مناقشة عامة الناس تطرح فيها وجهات نظر يعني. تفضل أستاذ إدريس. المايك مسكر أستاذ إدريس، لا تكون تتحدث. طيب المايك افتح المايك أستاذ إدريس. عامة خلاص عمل مداخلة الأخ باشاي، ومداخلة كانت فيها مجموعة من الملاحظات، ولكنها يعني الشيء المهم في الموضوع هو يعني علاقاتنا في العمل الوحدوي، وكيف نقدر نخلق يعني هذا العمل الوحدوي. دائما نحن نخطئ في المسألة دي، وعامل هي غايتنا من ظروفنا وكده، فدائما العمل الوحدوي يأتي من الأعلى إلى الأسفل، ودي المسألة دي هي قاعدة تخلق لنا مشكلة يعني. فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة. ثم بعد ذلك
ثم بعد ذلك يعني تحدث عن موضوع في شكل أسئلة أو استفسارات. قال بالأمس ما حبيت أدخل فيه لأن الموضوع كان فيه هنا، لكن الآن باعتبار موضوع مهم ويخص المجلس وكده عايز أتحدث عن زيارة الأخ دكتور نقاش عثمان لأديس أبابا. وهل يعني ما هي الدوافع التي جعلت الدكتور أو الوفد بتاعت المجلس يقصد طبعا الممثل في الدكتور ما هي الدوافع الحقيقية والتي جعلت الدكتور والوفد المرافق أن يقدموا على زيارة إثيوبيا وكده. الموضوع الثاني فيها نفسه يقول يعني إثيوبيا والمعاناة والإشكالات اللي كانت موجودة. هو معروف قبل كده إثيوبيا أبي أحمد وأسياس كيف تعاملوا وتحالفوا مع بعض وضربوا ويانا، ثم الآن تحالفات جديدة تظهر في المنطقة وأنتم شايفينها، بالإضافة إلى التهديدات التي يقوم بها أبي أحمد ومرتبطة بمسألة السيادة وكده. ضيف إلى ذلك يقول نحن نقدر نقول كنا في عملنا ونضالنا اليومي شغالين، وربما نقول بدأنا في كسب عدد من مؤيدي النظام، ولكن الآن بدأ العدد كبير يقول والله ما هم نفسهم يعني نفس الجبهة هي نفسها ما حاجة اتغيرت وكده. يعني بمعنى أنه يعني هذه الزيارة عملت انعكاس يعني فلاش باك لأشياء كثيرة. ولهذا يعني أنا داير توضيح من الدكتور ما هي الأشياء أو ما هي العوامل الأساسية التي جعلت الدكتور يقدم على زيارة إثيوبيا. وشكرا، ده ملخص الكلام. ايوه بارك الله. لا لخصها كويس. هو كمان يعرف شوي يمكن يصححك له باشان. قدام النت ابتي حنتي كم كسا كبلا مالسي بني ابزح دمسي ما سجدت كاريها مستقم حجي نريون ورنا مرقص اسي اذا خيد كوننمو كومودي زبلا هم اي نبرن مغنيات تعلمنا باي مش مزاني قريبين ابتي ابتي زملكتو فتسامي مس ابومبر سكرتاريا مالتي حجي اذا حنت هبل الله يدلك على اي بمسرتوتي قد محجي ابتفل على مقابياتات مدرخات باخان هذا مسلو بزحات زقلبون ولا يرسل حقرا بايتو انون بول كي زقلبون ورنا كره تماساسال زي كونسي درجه حدا يخبل لفر مالتي مغنياتو نتي نبابنا اتي ارسا هاجرنت يعني طرحت مودعني سرعه زي كونسي قسنتن لمعتن هاجر مقبر اتي بكل زكايد بزن እንታይ ዝበሃል ዘቀራቅረና ጉዳያት ንዑ ብሓባር ኢና ባሻይ ጥራን ሰግሮ ነርና ትዝክር ኢኻ ኣብ ተፈላለየ ከምዚ ኣጋጣሚታት ክርከብ ከሎ ብዙሕ ዋላ እውን ሓንሳንሳው ንዳዋወል ነርና ማለት እዩ። ነቲ ኩነታት ነቲ ሃገራዊ ሓይሊ ኣስጢምካ ኣስሪሕካ ኣስሚርካ ንቅድሚ ዝስጉመሉ እዚ ስርዓት ድዮም ኣላ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገርና ሓሊፉ ዝውላዕ ዝባራዕ ንዑ ናብኡ ኣድዎ ከይገበርና ከመይ ጌርና ጉዳይ ሃገርና ብሓባር ንብል ዝብል እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ከተኣማምነካ ዘለው ንኩሎም ኣብ ዘለውን ንኩሉ በዚ ተመሊኡ ዝርጋሕ ስለ ዝኾነ ከተኣማምን ኣብቲ መርገፅ ፈፂሙ ምቕያር የለን። ኣነ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ሜሞራንዶም ናብ ብዙሓት ሃገራት ንልእኽ ሓደ ካብቲ ብዕሊ ዘውፃናዮ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ብጉዳይ ልዑላውነትና ብጉዳይ ባሕርናን ዝምልከት ነዚ ክሰግድ ከዓ እቲ ነይዶም ምሕፃፅ ኣብ ማለት ነቲ ውሳኔ ኣህጉራዊ ውሳኔ ክትግበር ኣለዎ ዝብል መርገፅ ደጊምና ደጋጊምና ንገልፆ ነርና ማለት ኢና። ኣብቲ ቅድሚ ዓመት ገለ ኸውን ሓደ ዕድመ ምስ መፃና እውን እዚ ጉዳይ ጠጠው ኣቢልና ማለት እዩ። ምክንያቱ ሽዑ ሎሙዶ ፅባሕ ዶ ውግእ ኣቱ ገለ ዝብል ነይሩ ግን ከዓ ውዱእ ነገር የነበረን እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ምስ ተፈፀመ ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ስርዓታት ዝኸይድ ነበረ ከምዚ እንዳሓርፈፈ ዝኸይድ ነበረ ዝምድና ንከታተሎ ነርና ማለት እዩ። ሕጂ ካብቲ ዲፕሎማቲክ ኢንታሽን ፖይንት ኦፍ ቪው ማለት ንሕና ናይ ግድን የኮነ ምዝ ንሰማማዕ ዘይኮነ ማዓፁ ክንኩሕኳሕ ኣለና። ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ናይ ኤርትራ ሲ ገለ እንታይ ባል መርገፂ ገለ ረኺብና ሲ ኣብቲ ጥቃ ህዝብናን ጥቃ ሳይ ክንከውን ኣለና ዝብል ሓደ ብዙሕ ግዜ ዘየብለና ነበር እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ጥሩቕ ዝምድና ናይ ሱዳንን ስርዓትን ከሎ
بمصير نيرنا ولا حجون قال أكلات نيبايتون أبي تبين كذا عشو من نتصار إليه كون السودان بزعبا إرترا انت شو يقول له من دي انت الباقي ولا ديريتنا وبات ويقلنا هنا يزبلوا بإرترا يبلن يعني أبي تبين تفعل عليه تمكرو زرعنا زي تمكرو زي الله ما زي حجي نزغل له مسجمجمنا الناس دساسانك بس كني تركبسي لأنه بوليتيكاوي بدبلوماسيا ومداي تي لومي أبتدي درجة بس أو لازم دنا نكلتي أو أنت رأى أبتي متكلاوي مرجعات زشج نجر أنت زي بلنا ركب نسلا ركبسي تايش جمال لو زبل نيرو ماجي قد يوم مثلا زلوا حدا ود بني حفار له أبون كيدو سلزنا بره زي قداي زي زغربو ميموراندوم رينا ماجا نحنا جن بعلنا داينا خنفص أم بيت حفت حدا ميموراندوم إثن انت أنزل بهلا إثن أعنود نيتي فورين بوليسي نحنا زملكت مثل لا يدما مش إثيوبيا زملكت قدايات ولا سي عن توبي تقصون أمريكا نوى ندو جلز بحال أبتي officially بزعلوا علاو النزاع قال ما له دروازات يعني قال إن النتيرم حسب سياديو حسب دي ساعات كان دي حسب قال زاربو دروازات نيرو قلتي official مرجس راسهم أبتي العلاو النسون يحطوا ملكة يقربوا أين برهم جين الناس هي خلينا نحنا ذاتو في تركب نقبرو إلنا مالتي تركب نقبرو مسبلنا إذن قدمنا في مذكر شديدنا مالتي في ميموراندوم في مرجعاتنا تي نحنا نوعدو زمدنا منغو خلتا هجرات كون زقبو دحيروها نحنا بإرسرا لو في مرجعات نسي زونا بملو عشانت كيف زخيل جن إذي نحنا هومورك ني إرسرا هومورك مر نيزو خوني نوصا حيلي خمزي خوني إذي قد محندي سجبر زمدنا ون تقم حزبي كلتي أحزاب أقمس لدي وشده أب زلاقي زنا أكون نيرو نفس وكف كلتي ومنجسات نناتو من كاليسات نيرو مبزعتو قاو وشتاو قداسو نبل زبل نيرو مالتي حجي نحنا عادتي خمس والكوخات مرقص أبوتو كوينو سي حزنا نورنا مرقص وحساب حجون حزنا زلنا كان أي نجر كا أبو خيرناون مسؤوم أبدي قبرنا ورخكبون إذا قداي زيني رحجي تمالون قرب تقيشين يا رمالتي إذا نتبتا زبهلا 1 2 3 4 لنا العنان مالتنا إذا بقدس عالي ناي بحردو بحري متقام زي كوني مونا نزبل زرواتات كالاي نجرون كم زي حدا زي ماني شمو زي من هاتبلو زي سبوكسمان ناسهم نبرة دينا مفتي إسرائيلي بناتناسهم حقوسات يكونون زبلو نوعو خيسر في كلاي نجر شجرنا كل جزء بإثيوبيا خمس مسألة أزيد قدال الناس بغض علينا العلوم برنامج إسرائيل بزحات أكوناتات حمرة تسد بهر نبلو جوجيل نبلو عادات نبلو إساي نبلو جن كاب نشاف سيتفعل على عين حمرة تسدلو جن بحبر تقالي شو إرسال نساز وتصي حجي إتي أملاخ ثاني إثيوبياويان بزعبة إرسال زلو جن كل جزء كم ني حارة شنخ دحرايك كتب كاتمول صوت عين الزبل زبرة إذا قدام حزب إرسال سجورو أب جدير بعثات تقلاقيلو نبرة جنكا بدمون بقالسون سجورو حزب إرسال أبو نيم ملاس زرقة حاليكو زرقة بفلاي كابجلا حلفتين أبجلا نيميديا ناتهم كمان ماشي زي بتاريخ زي من يلقدو على جلدو يوحنس دو بحر دو إذا بحرنا ينرو فراسنا شينالو مايدو شينالو جلز بعذر واسات زيون حير خبز زل عنا يعني الناس لازم تلو كخير كله تيزل لنا مرقصات مرعين كم إرتراها جراو بايتو كم إرتراها يعني كا أب كبيبال العلاونتين حدنا مريت نفس وكفنان
ዝተሰረተ ዝምድና ክንገብር ድልየት ኣለና ብታሪክ ዝረኣና ግን እዝን ይኸይድ ፀኒሖሞ ሕጂ እውን እዚ ዘይገርኩም ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምጥርጣር ክነብር ኢና ብተወሳኺ ሓንቲ ነጥቢ እውን ዘልዓልና ነርና ማለት ኢና እታ ዘልዓልና ነጥቢ ውግእ ይኹን ዋላ ዝትገብርዎ ዘለኹም ሓሊፍኩም ትገብርዎ መግለፂ መሐየሊ ነቲ ስርዓት እምበሪ እንሳይኮነን ንምንታይ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ተኸላኻላይ ናይ ልዑላውነት ገይሮም የቕርቡ ኣለው ንእሸት ምክንያቱ ስቲል ኢትዮጵያውያን ክገብጡናን ክወዙናን መሬትናን ባሕርናን ክምንዝዑ ይደልዩ ስለዘለው እሻስ ከዓ ነዚኦም ኣብ ውሽጦም ሓዊ እንዳሳወረ ጉዳያቶም ከም ዝሻቀሉ ገይሩ ንኤርትራ ይከላኸል ኣሎ ዝብል ዘረባታት እዚ ታሽኑ ምስ በልና ንሕና ዶብ ይተሓንፀፅ ምስ በልና እሱ ኣይፋል ዝበለና ከማን ኢሎምና ማለት እዩ ብኣኼባ ብዕላዊ ኣኼባ ሕጂ ግዜ ይኮነን ዝበለና ኢሎምና ማለት እዩ ባጋ እንታይ ምክንያቱ ጠብዓን ሚዛናት ኢኻ ተስፍር ማለት ሲ ንሕና ተዘራሪብና ኣብ መሪሕነት ዝረኣናዮ እስኪ ንኺድ ደሰሳ ንግበር ካብኡ ቢልካ ክስራሕ ይከኣል ዲ ኣይከኣልን ንሕና ይከኣል ዝብል ግምታት እዩ ዘለና ይከኣል ተኮይኑ ግን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣገባብ ኣተሓሕዛ ናይ ጉዳይ ኤርትራ ክቅየር ከም ዘለዎን ካልኣይ ከዓ ብንፁር ብፍላይ ብዕላው ዝኾነ መግለፂ ብዛዕባ ልዑላውነትን ብዛዕባ ባሕርናን መሬትናን ዝምልከት እውን ንህዝቢ ኤርትራ ከተኣማምን ዝኽእል ጉዳያት ከብል ኣለዎ ስለዚ እቲ ዝበልካዮ ንስኻ ገለ ክንከስቦም ጀሚርና ነርና ዝበሃል ኣነ ማለት መርገፃት ነቲ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ድሕሪኡ ጋዜጣዊ መግለፂ ጌርና እውን ዝገለፅናዮ ድሕሪኡ ኣዋጅ ዘውፃናዮ እዚታት ኩሉ እንተደኣ ባሻይ ተኸታቲልካዮ ነቲ ዝነበረና መርገፅ ዘትርርን ዘሕይል እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ኮምፕሮማይዝ ንኣትወሉ ወይ ከዓ ሕድገታት ንገብረሉ ጉዳይ የለን ጥራሕ ክንገብሮ ስለዘይንኽእል ዘይኮናሲ ምስ መትከላትናን ምስ ባህርያት ኣመላምላና ፖለቲካሊ ብሃገራዊ ደረጃ እዚ ኣይሳርን ካልኣይ ከዓ እዚ ፅላል ናይ ሓደ ውድብ ፅላል ኣይኮነን እሱ ኣስፊርዎ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ፕሮፌሰር መሓመድ በሺር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሓላፊ ከሎ ብዛዕባ እቲ ስምምዕ ምስ ተገብረ ናይ 2018 ምስ ተገብረ ዝፀሓፎ ሜሞራንዶም እንታይ ዝብል እሱ እዚ ሰላም ኣብ መንጎ ክልተ ህዝቢ ንድግፎ እዚ ዶብ ምሕንፃፅ ቅሩባት ኢና ምባል ኢትዮጵያ ንድግፎ እዚ ስርዓት እዚ ባህርያቱ ስለንፈልጥ ግን ምናልባት ኣብ ካልእ ኣጀንድኡ ንካልኡ ኢሉ ዝኣትዎ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ንሕና ግን ብመትከል ሰላም ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ኣህዛብ ክልተ ሃገራት እዚ ክህሉ ባህግናን ድሌትናን ዝብል ናብ ሽዑ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ዝነበረ መን እዮም ዝብልዎ ደመቀ መኮንን ዝፀሓፎ ደብዳቤ ርኢናዮ ማለት እዩ ኣብኡ ከማን ርኢናዮ ሕጂ እዚ ሰዲድና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ነናህና በነናህና ማዕዝን ከነንብቦ ንኽእልና እሞ ይጠቅም ዶ ይጠቅምን ዝብል ግን ከዓ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ከም ናተይ ሚዛን ማዓፁ እንዳካሕኳሕካ ብዘየገድስ እንተ ደኣ ኣብቲ ጉዳይ ሃገርካ ኣብ ልዕላውነትካ ዝፈታተን ነገራት ተዘየሎ ኣብ ገለገለ ጉዳያት ገለ ብጭቕ ዝብሎ ነገራት ተሎ እስኻ እንዳቀረብካ እንዳተዛተኻ እዚ ኣይንቅበሎን ኢና ኢልናዮም ዋላ ውግእ ኢልናዮም ውግእ እንተተላዒሉ ምናልባት ንሕና እቲ ካልኣይ ግንባር ትርኢዩና ምስ ከምዚኦም ክትሰርሑ ኣለኩም ምስ በሉና ኣብኡ ንፁር መርገፂ ሂብናዮም ንሕና ምስ መን ንሰርሕ ኣብ መትከላት ናይ ሃገራዊ መትከላት ኣብ መርገፃት ዘትከለ ክኸውን ኣለዎ እውን ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ኣዛራቢ ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ላኪን ኣብ ፖሊሲና ህና ምቅያር የለን ኣብ መትከላትና ምቅያር የለን ሕጂ እውን እንተኾነ ብቐፃሊ እንተደኣ ክንራኸብ ኮይና እውን ምስኦም መመሊስና ነቲ ዝበልናዮ ሕጂ ኣብ ግብሪ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ መርገፂ ሓተትኩም ምናልባት ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ንገብር ናብ ብዕሊ ዶብ ክሕንፀፅ ነቲ ዝምልከቶ ኣህጉራዊ ኣካል እውን ሕተቱ ክብል ክንድረኽ ንኽእል ማለት እዩ لأنه نحن هون نسيل نفسنا متعباي
تعبايسي أي بأن تعاقمتنا وندرس مخانو ساتهم يفلتوا حزبنا يفلت نحنا ونفلت نفسنا مالت سلازي أب حيال البوزيشن هاللي كمان ديكتيت تقبل نقرات يلن بركت يعني سلازي أنا بخمدي زبلو انت دعا سكم نزي قداي سبالو كم بومبر نيجي فتسامي قداماي تحتاتي ناتو أنا يعني مالسي خمدي نيبوت بدمسي كالوس زعبلو قلس لدي كوني ناتي عقبت نيرو جماعات زي نقاقها قبسي نخيد أبقى ما كلام مسرح حقرات نخيد بوزحت محاذر نيجي إساسي يعني أوكي كمتي إثيوبيا طموح للواني مداغم مقبات ويقلع أكلات ناسا زلوم حقرات يكونون جينا بوليتيكا علم هذا جديد سي إماراتي جواريتنا حدا جيتنا بإشراء نيرا مالتي مستسرعات كينهم يعني كل زقبرون وبر مسؤوم عين الراهبن مالت أيكون السودان حجي تموز مدنا مش البرهان اللهم مالتي مساعتهم نفتن كنا الراهب نفتن مالتي لذي كابو زوجت أيكون السيلون حجي عمق أبي الكون إذا تفتن إذا تقولوا نجرون درجة يلا كباري كان جنرالي ده سسايو بوزو سب تبوق تبوق زبلولو لأنه بحدا مرقد دريكا بس ويتعدا ويتسلم تبلو خناتاتون سلازي لنا أبتخباب هزبنا زركبون كن هلون نكاسا قاسن سلن دلي لأنه أوشت إرساح صاب حجي دخومات تهلال واي أزي دخومات تهلال واي زلنا بقى بوحدو أبتن قولوا بتاها قرارات في أبسولان تحابينات تحت مريت نسرح لنا بإثيوبيا جن بالله يجد حرنا تقرأ شجر قال ملي قربتنا عفر زلو كل الديو بدي معرب تقرأ زبال زبال انتهي زبال زي بعل حمران كباب ينزل له زبال مثل ما أبوتات من البعض انت عدل ترغي وسيتين كاسا قصلو تخيل بدقوا في الناس في سوسايتي تغير راجل لو تخنمت أيكن كلينا تقالسون كم دي لنا تناوحي نحن عيد من دفعنا حدش تكأنا من شيء كيف فطرنا كلنا ون تقول دافع كيف لنا زبل نبامي طبعا يكونوا خون خيل يجا خون خيل سلازي باشايك ولا دلي أنا مسي كل أخبار تجيب الكاس كاساتنا مرجت أنا سيل أبتحد الرأيان مرجت أتينا زلنا ميثا وشنا يقولوا أفرايو إلى محلونا يكلن جنكا فتنين أنا كايدو زلنا جن أب مسرت أو مرجعتنا أو سايبنا أنا باختصار عاوز أقول الكلام المناضل باشار يعني طبعا دائما في كل المواقع في عندما يتحدث في القضايا الوطنية الكبيرة دائما مواقف واضحة يعني مواقف متطابقة كان عندنا في كل القضايا حقيقة يعني بالتالي في أيام الأزمة داخل المعسكر المعارضة يعني ممكن باشا حتى باتصال مباشر كنا يعني كان يشيد بمواقف المجلس لأنه هو موقفه كده يعني هو كان موقفه واضح في عدم الالتفات للإثارات الموجودة في المنطقة والنظام اللي قاعد يعمله خلونا نوجه كل إمكاناتنا في إحداث التغيير في إريتريا ونحاول نجمع شعبنا ده موقفه كان ونحن أيضا موقفنا هذا كان يعني لذلك وتساؤلاته إنه هل في تغيير يعني إيش اللي حصل هل يعني كان هناك مثلا بالتصويت إنه فرض عليك لأنه كنا نتابعك المواقف اللي كنت تتخذها كرئيس بتاع المجلس قلت له لا بالعكس الدعوة لما جاتنا أنا اللي طرحتها على المكتب التنفيذي ورئيس سكرتاريا ثم ناقشناها وفي الآخر أقرينا يعني وأنا رأيي كان إنه الزيارة تقوم يعني إذا كان شخص إنه هنا يتحمل سلبا أو إيجابا في هذه المسألة وأنا على رأس الناس دي ممكن أنا أكون الوحيد كمان يعني لذلك لما أقرينا هذا الموضوع وقمنا بزيارة لكن لم يكن هناك تفريط في مبادئنا حتى رفعنا مذكرة مسبقة نوضح فيها آرائنا حول القضايا يسموه السيادة الوطنية وحدة التراب الإريتري وكذلك التصريحات ما مقبولة يعني من بينها محاولة إنه يكون عندهم يمتلكوا منفذ بحري في شواطئنا أو في إريتريا وبعد تصريحات بتاع
دينا مفتي السفير دينا مفتي المرفوضة اللي كان يقول إنه الشعب الإرثي لم يكون مرتاحا من الاستغلال. هذا الكلام ده كله ما تضم يعني رفعنا مذكرة تتضمن كل هذه النقاط، وأبدينا مخاوفنا من مثل هذه التصريحات، ثم رغبتنا في إقامة علاقات متوازنة بين الشعبين مبنية على أساس احترام سيادة كل بلد ووحدة ترابه يعني. وهذا الكلام حتى لما مشينا في الجلسات الرسمية قلناه بوضوح، قلناه، وبعده طبعا وما أنا قبل كده تكلمت كنت أنفوه أنه لم نقصد ذلك وليس لنا أطمع في سيادة إريتريا، لكن في النهاية هو محاولة لطرق الأبواب ورحلة استكشافية هي، وما فيها أي خسارة ولا فيها تفريط في المواقف. وفي نفس الوقت أيضا يعني أوصلنا رسالة بأنه استقرار إثيوبيا نفسها مرتبط باستقرار إريتريا. استقرار إريتريا يتطلب أنه إحداث التغيير في إريتريا، وفي نفس الوقت أيضا استقرار المنطقة يتطلب أنه إثيوبيا تتخلص مرة وإلى الأبد من أطماع الاستعمارية في إريتريا. يعني هذه المواقف أوضحناها. لذلك بعد أيضا التصريح الصحفي اللي طلعناه والتوضيحات اللي عملناه والاجتماعات واللقاءات اللي قلناها تؤكد بجلاء هذه المواقف. ليس هناك أي تغيير، لكن نحن بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق من حقنا أن نلتقي مع كل الجهات. الآن مثلا العلاقة يعني أكثر من وطيدة بين حكومة البرهان وحكومة السياس، لكن مع ذلك عندنا محاولات جادة في أنه أيضا نتواصل مع السلطات السودانية والجهات السودانية المختلفة. في نفس الوقت مع دول زي الإماراتيين كانوا يعني في علاقة سمن وعسل مع إسياس كلنا نعرفه. في دول أخرى خليجية أيضا قاعدين نحاول نطرق كل الأبواب. نحن أصحاب قضية نطرح قضايانا. هذا لا يعني أن نتفق مع ما يطرحوه أو مع تصوراتهم، لكن من واجبنا أنه نحن نوضح موقف الشعب الإريتري، موقف المجلس الوطني في القضايا الوطنية، في رغبته في أنه يكون هناك أو تكون هناك أرضية لبناء علاقات حسن الجوار وتعاون ضمن احترام سيادة كل بلد، يعني عدم التدخل في الشأن الآخرين. حتى قلنا نحن الإثيوبيين قضية يعني إسقاط النظام هي مهمة إريتريا الصرفة يعني. لذلك هم يعني ممكن يتيحوا لنا ايش يقولوا منطلق وغير ذلك، لكن في النهاية انه إريتريا النظر اليها من نظرة مجموعة معينة او فئات اجتماعية معينة في إريتريا، هذه يعني لم يعد مقبولا لدى الشعب الإريتري. فالشعب الإريتري متنوع، هو في مكوناته، في انتماءاته، في جغرافيته وكذا، لكن هو يعني أنهى من الأربعينات اللي كانت الظاهرة، أنهاها بفضل النضال الطويل والثورة اللي خضناها وإحداث النيل الاستغلال والتحرير إريتريا. هذه كلها وضعت حدا لكل هذه الأطماع ولمحاولة التدخل في شأن الإريتري الداخلي ومحاولة دق الإسفين بين مكونات الشعب الإريتري. كل هذه الأمور نحن أصبحت في خلفنا يعني. لذلك من يحاول أن يلعب أو في هذا الموضوع ده مسيره نفس مسير النظام الكهنوتي بتاع الثلاثة زمان يعني. لذلك أنا مرة أخرى أؤكد للمناضل باشا ردئي بأننا ما زلنا عند مواقفنا الوطنية الواضحة وسنظل ندافع عنها، ولكن هذا لا يمنعنا البتة في طرق كل الأبواب لإيصال صوتنا ولمحاولة جرهم إلى ما يقبله الشعب الإريتري. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. حقيقة يعني إجابات وافية، وفقط أنبه الإخوة الأكارم المناضلون إلى أنه الحديث في هذه الأمسية سيكون أو نخصصه ونختصره على مناسبة الفاتح من سبتمبر،
لأنه أحاديث السياسة بشكل عام حقيقة قد لا تنتهي وتأخذ أهميتها. لذلك يعني نعود إلى الموضوع على الأساس، وهو يعني إذا كانت مداخلات في مناسبة سبتمبر من المناضلين فليتفضلوا. أستاذ أمين. أوكي. لك يغني لنا دكتور نقاش نتي كتبو صنح كم مبرهي نابت زغرب حطو كوين جن لهم مشت رقبنا دلنا بفلاي نتي زخري مبل سوسان 4 نجمار برتا وغالسي حزب إرترا أبزبل سلازخونة أوريدي كمان 3 ساعات غيرنا لنا زخون عدل بحجن هبون تدالو أبزي معلتزي عمل كيتو كزارب زدليك خون تسفان قبر مخنياتو اتي زلنا جيزيون ايك حق زنانيو ازي كم زي غريبو تصنها حطو يكون كالئ قد حجي بغازيت او مجلسي يكون ولا كونفرنس تقليتو مجلساتات وتسيوو أبز متص جيزيون أدلاينت مزهلو قانين خمزة عينت حطوتات نمملاس أبز قبر أخيباتات كقرب خيليو لو مشات جن فولي زخونة مدبي زلنات مدب كأ حدا مسكرم زخري لنا نقوبس لزلنا تمالي سنة حجي أبزخونة كم زعينة حطوطات كناتو أي كان فكدني نام عدتيو. أستاذ داويت أسقدم. مرحبا جزانا مرحبا كما يكون لهم كما لهم انقعنا مبل سنة 4 عامت قدلنا أبصحنا وصالخا تعرينا بعلنا نعريو هاجرنا بعلنا نوكلا نخون قلنا اتخاطو دلخو حجي تعتوا كم تزبل كام جمريا زي كونس حجي خالق كاس لزغنكا ناي بعل قال سنة أخول تدري فلو أخول تجرلو أو أخول تايد بالجرلو بزيادة جن نحنا دي باشاك توصل سنة تمتي أنا كل جزء قلت لك كل جزء شيء نحنا شيء زي بايتو زي بايتو نعي بايتو يكتراوي هاجر بايتو نعي بتعمي تزلع عليه تسفاي نعي كاب حدش حجي صلال قلملتات كنمسرت نبلسي زي مكور بايتو كاب 25 عامت نلعلي كرتت كبل لعلن تحت كبل كقالس الصنح بايتو زي حجو كله تسقيرو بحد صلال كوينو نسوسي كبنا نسو كبقسلنا مو نحنا وين كان اطو نحنا وين تاع بالك نقبر زبل تسفاني عبس تسفاي هذا زي الماني عبس ساعات زي حجو انت تسفالن ستيل بايتو نسي ناي صلال وحسنتنا بخدت تاخن قبرنا خلا بساعات زي كنا بساعات تجبره مدشاناي اديس اباناي تايبال زخونه دبلوماسيا خدقبر قبول دبلوماسيا خدقبر ግን ዲፕሎማሲ ቅድሚ ምግባርካ ኩሉ ግዜ ውሽጥኻ ኣብ ሓደ ክትመጽእ ክትክእል ኣለካ ውሽጥኻ ኣብ ሓደ ክትመጽእኻ ከይከ እንታይ ባል ዘይ ክትከይትካ ግን ኩሉ ግዜ ዘጠብጠብ እዩ ዝኸውን ኣነ ሓደ ሰለስተ ሕቶ ነይሮናኒ ሕፅር ዝበላ معلش داويت لا إن زي كونه سوكاي بزوح يغريتا كبر حاو داويت نحنا أبتي أقدمون قلت سنة حويز قرب حطو أبوتات مزرراب حجة أين فكدنا إلنا نيرنا مخنياتو نزم على تزز ملكات بزوحاتون مكوراتن قدايم تقادلتن نحاد مسكرم عمل كيتون كبلو وزدلي نقر كبلو سلازخيل تجيزيناون أوريدي خيدالو أبوينا كنكتسل سلازي أيتحزل لي عنه أبزن أرستي قريبا زنبرا بزعبان بايتو مخدنا في نا إثيوبيا يكون كال نقرات أبز حجي أي كان فكرينينا سوري I respect your thing but it's جزا هايجن أنا انتاخب خبت التجمرة سين حناتي تباهيلينا نحن حجسي شجرناري إناسي نترنا فينا تفاعلو صدحنا بزي أم زرابي ترفنا
بقوم ومكنياتو Thank you. ثانك يو Thank you. اوكي استاذ عيسى السيد، كنت تفتح المايك الظاهر ما عرفت ترفع يدك. اذا ولد الثلاثة أظن رافع يده. ايوه بس لا، من اول استاذ عيسى السيد كان يفتح كذا مرة المايك واعرف انه عنده مشكلة رفع اليد. اذا كده خلاص تفضل ولد الثلاثة. شكرا بصوت فيديو للني بالليل. كتل ولد الثلاثة. سمع لكم؟ تسمع الله. نحن بقى ما يقول. اوكي ثانك يو. مجمريا نخلو ابزي زلكم كابوم براتات عيو عدومات نزبع على تاريخه معالت زي نخنبع على بيزرخبنا عدل بتعمي نمسجن كمسجن فتو كاو حليفو نهزبي ارتراون نابزي تاريخه معالتي بزحت زفتوهم دقو خفيلو نزي علت زي كبعل زبقع ناسنتو رخيب مو مبرسوسان 4 عام زبعلو اللي زلو معالتون يوهانا خبري دل مالتيو بسترفه لكعيتي حدا مسكرم تاي نعنا حدا مسكرم نعنا نايمننتنا مجلسي ونياتو حدا مسكرم ابي ارتران تاي ترجم الله بحال كله برتاو قالس جمرلو نزبرتاو قالس جميرهم كان 30 عامت قالشوم ناسنتهم زراغصلو زبل مجلسيو زوهبو مالتي بقى حجز علت زي نعنا نباري علت نا كبرنا علت كم مخان متن بخمزي خبعل كله بطعمي دس زبليو نقولنا خا يوهانا خبر دل مالتي انا ددالخ هو بزح ነገር يبلن ግን ابزي حجي مسمعخو رئيته نشتي كهب زبل مسئن مالتي رئيته كا تايو لكع قمت تباهله بفلاي بصاي ادريس تاريخ طقس ابغاغسا خيترفه العيلو كميلو خاب قلعي نبارع خمز بصحيح قلص صنيحو مالتي لكع بخومو منقدي زخيده قالسي اب عوت بصحيو كيدغون كنتي زدل زلو وشتو نايز عوت زي مستير نتاي يخبل دلاني نايز عوت زي مستير ناقدنت حدا ነገር ክትገብር ከለኻ ናኡ ከብፅሓካ ዝኸኣለ ነገር ከተለልል ለካ ስለዚ ናይዛ ዓወት እዚ ምስጢር ብዙሓት ረቑሕታት ብዙሓት ነገራት ክጥቀስ ይከኣል ይኸውን ግን ከዓ እቶም ወሰንቲ ኣነ ብወገነይ ዝብሎም ብዝሒ ህዝብና ኣይኮነን ሓይሊ ደገፍ ዝወሃበና ወይ ከዓ ምንጭ ዝወሃበና ደገፍ حيال سلز نبره بزح سلز نبره أيقونن كم زبي بعال إسرائيل حج كايدو زلوا خوينات أنصار كبابي أنت زمو ناتمولا مع التاوي كم وين كم بعال يوكرين عينت أيقونن دخوم سلا سلز نبره ناون أيقونن بأنصارو عرمسشاو سلاعي إنرو سلاعتي أم نرون كنبلهم هنياتو من قصات إنها تغير أم قد يومنا مالتي ስለዚህ በወገነይ እቲ ሓደ እንኮ ንሕና ምስጢር ንዓወት ከብፅሓና ዝኸኣለ ብክልተ ነጥቢ እየ ኩሉ ግዜ ዝገልፆ ኣነ ስኻ እንታይ እዩ ሓደ ሕጋውነት ናይ ቃልስና ምክንያቱ ኤርትራ ኢትዮጵያ ክትኣቱ ከላ ንሓደ መስከረሙን ንምብጋስ ዘገደደ كمتن كالوت أم مجزاتي زنبرة حجرات مسلا تركب زجباء بربحات نايسرعات هاي لسلاسة بدقف ناتو حقوقنا بدخول نبرو معرباويانا أسمات حجرات زي خيط قاسكو ولا تقولوا لا فلوت سلزخونة وعاس إيصام بحيلي أفتحتي تبقى
رينو مالتي حجزي اتي نخالقوت افريقاويان هاجرات ዝተዋህበ መሰል ተነፊግና ሓደ ሕጋውነት ኣብዚ ተነፊግና ማለት እዩ ወጋና እዚ ሕጋውነት እዚ ንምርግጋጽ ንሕና ምርጫ ወሲድና ብረት አልዒልና ሓደ መስከረም بيسوء حملة عواتز مرح مالتي كلا أي مستير نايك عواتنا بخلق زي أنا زري أنتايو حدنا تحزبنا كم تزبل قوة دقافس هزنا برنا حماس على أسر هزنا برنا تفعل عليه خالوقتنا قراس رزي كونه ترنا في حدنا تحزبنا إذا خلت تعبيتنا تبتاتو زي خالق خلق رقحتات إين عنا أب عوت كبصحنا زخاله قرات زخونه تبقسو لدحريس زيبل مالت رئيس نوبرو قالسي سلز نبرنا ناي قدن ام عرفو خيبصحنا تطو كم زي نبل زراغص صراي ام مጨረሻ ነው ውድቀት በጽሕ ተገደደ ማለት እዩ ባጋ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንመሃር ሕሉፍ እንታይ ምህረካ ከማና ገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ንህና ሕጂ እንታይ ፍልልዩ እቲ ዝሓለፈ ቃልስን እዚ ሕጅን እንድሕሪናዮ ልክ እዩ ዝሓለፈ ጸላኢ ይነሩ እዚ ጸላኢ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓደ ንኽጠርነፍ ፋክተር ነሩ ረቋሕ ነሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ባዕዳዊ ንምልጋስ ናጽነት ንምርካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ድዩ ኣብ ደገ ኮይኑ ድዩ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ድዩ ኣብ ሜዳ ኮይኑ ድዩ ኩሉ እጃሙ ዘበርክተሉ መዋዕል ነሩ ማለት እዩ ወራዝ ኣብዚ ግዜ እዚ ከመይ ዓይነት ባዕድነት ወይ ከዓ ጭቆና እዩ ዘለና ተልና ልክዕ እዩ እዚ ሕጂ ዘለና ጭቆና ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይና ክንገጥሞ ዝግባአና ዝነበረና ዓይነት እዩ ማለት እዩ እቲ ንፈትሖ ዘለና ግርጭት ኣብዚ እዋንን እቲ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ንፈትሖ ዝነበረ ግርጭት ክልቲኦም ተፈላለዩ እዮም ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሕቶ ህዝባዊ ስልጣን ክንፈትሕ ንቃለስ ኣለና ሕቶ ህዝባዊ ስልጣን እድርኛታት ዘይኮንና ኮይና እምበር ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮንካ ክትቃለሶ ዝግባእ ምክንያቱ ብዙሕ ፓርቲታት ዘለዎ ዲሞክራሲ ዘለዎ ስርዓታት ተዝነብር ከምቲ ኩል ብዙሓት ሃገራት ንሪኦ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮንካ ክትቃለሶ ዝግባእ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ግን ኣይተዓደናን ሓደ በላዒ ሓደ ገባቲ ሓደ ዕላምኡ ዘይንፅር ትብገስ ከሎ ትሒዙ ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ሃገር ኣብ ኢዱ ብምእታው ኣብ ጅቡኡ ብምእታው ኣኽሊልዋ ብዘይ ቅዋም ብዘይ ባይቶ ብዘይ ተፈላለየ ትካላት ናይ መንግስቲ ነቲ ሃገር ይድህካ ኣሎ ማለት እዩ ውፅኢት ናይ ዝኸ ህዝብና ንሪኦ ኣለና ከይደገምኩ እንታይ ውፅኢታት ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፂሩ እዚ ንዓና እንታይ እዩ ክምህርና ዝኽእል ኩልና ኣብዚ ክንዛረብ ከለና ሰማዕ ነይረ ጥርናፈ ሓድነት ባይቶ ፅላል ወዘተረፈ ንብል ማለት እዩ እዚ መን ይኽሰርሓልና እታ ትደልያ ነገር እታ ክትበፅሓ ትደሊ ነገር ባዕልኻ ክትገብራ እንተደይክኢልካ ንውራይካ ባዕልኻ እንተተሓጭቕካላ ክገብረልካ ዝኽእል ኣካል የለን ንሕና ኤርትራውያን ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ንቁዝሞ ዘለና እቲ ኩሉ ግዜ ነቲ ስርዓት ክንፀርፍ ነቲ ስርዓት ንውዕሎ ዘለና እንታይ ስለ ዝኾንና ኢና ኣብቲ ንሕና ንሓልሞ ንዛረቦ ኣብቲ ንሕና ንደልዮ ህዝብና እውን ፅበዮ ክንበፅሕ ዘይንኽእል ዘለና ንዝብል ሕቶ ምስቲ ቀዳማይ መስርሕ ኣሳሲረ ክገልፆ ዝደሊ ሰንኪ ጥርናፌና ዘረጋገፅና እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ጥርናፈ ክንብል ከለና ሓደ ውድብ ክትከውን ክልተ ውድብ ክትከውን ዋላ ሓምሳ ውድብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዚ ዳሕራይ ህዝቢ ኤርትራ ክፀምቆካ እዩ ባዕሉ ግን ከዓ እቲ ዕላማኻ እቲ ራእይኻ ኣብ ሓደ ዕላማ ዘተኮረ ማለት ስርዓት እዚ ኣልጊስካ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ህዝባዊ ስልጣን ምርግጋፅ ክሳብ ዝኾነ ኩሉ ዓቕምታትካ ዝኸፈልካ ከፊልካ ናብኡ ከብፅሓካ ዝኽእል ናውቲ ከተልዕል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሓደ ነገር ኣሎ ከም ናይ በዓል ፄናዊ ኣገላልፃ ዘጎል ዲተርማይንስ ዘሚንስ ይብልዎ ወርኣዝ ኣብዚ ናህና ኣገላልፃ ግን ዘሚንስ ዲተርማይንስ ዘጎል ምክንያቱ ቁኑዕ መንገዲ ቁኑዕ ኣሰራርሓ ቁኑዕ ናውቲ ልዒልካ ዘይትብገስ ኣብ ቁኑዕ መደምደም
أبزلق السلام زمس مدام تكتب صحيح إن سلزقون كمالتي سلزي نحنا نزل خمس أمثلة نجر كم جرنا كم بس حلنا إيو كم زي أمثلة مسكرنا عنا مهرنا زلوا زيادة خاطر تكرر زلنا حلوف ممهريو المسائل كل الناس الفيجن جن كافت حلوف المسائل أب نفسه كيف مدرخ نعمل زلنا مكيد زي قد لنا نجرات الله مالتي سلزي أنا تي عندي على سوري هذا اللي خن سجرو زقبعنا مخنياتو نحنا حزبنا عند حرك حلف له خوينو نحنا كنا حلفنا عن نفسنا قال زلنا تقمنا اوشت تقم حزبي ارتراي ابدق خوينا خلنا تقمنا ابطرنا فينا منياتو 30 عامت ناصنت كنا مسخلنا 30 4 عامت جن ابدق خوينا اب حنت سيركل لنا خولرتن بال نحلف زلا مالتي موت زبلك وت خنغورو نخيل بعلنا ندليو نصوعو نجه جهراخ يبلكو دحان بقى 5 ساعات كمان بنصر نعون مرقات نقالس كم دلنا خنري نفتن اب تكبار جن سلمت هذه تراغص ان زبل حتى خن مليش خنكل لنا حدا خن صقر زلنا بدي زريهم بعري انا زي يلخلا انا زي بقسكو نجر ام عدي ارى امبر ابا اتيس ايواسا ان زبل حنقل وي سنه مقبار كنلقصالنا احنا استبقسه زخنا نجر ولا بفترة حدا سب يفترة وي حدا جروب يفترة بتفترة تفترة نجر جن نخلو نعوز ملكة أكل يقلقل مالتي بقى حجي زخنا تبقسه توسيلو كسابنا هاجر ذربح نتي نقول نخلص لنا علامة زي سرح كساب زخنا يكون كال قدام مالت كلاي درجات حسكا نتي مجمريا خسرحت كان زخيل علامه تراوق زلكا قدامي بوتا كتتحزو حدا خابتي اسرار عنا يقرچتاتي مالتي سلازي ابزا وان جاء تقدمي امامنا نحنا خنسرح تقولنا موتي زبلكو مستير حجون اتقي عقيتنا زلو مستير كبلو نعو ولا عقيتنا لباتا نحر كوينو فحم بالنا اب حدا كنت أمامنا نخيل كلو نخيل بعالم درجة أنا بمنقص بتي وش تسرع زل خا السنبار خحد رزقيل ني خلاوننا نعبيتنا زرقاقص طرنا في زي مهلاوي كم زولكو 5 ودبات كوينن اب حد صلالك اتوخلا 100 ودبات خناون اب حد صلالك اتوخلا نناتن وش او بروجرام كلوني خير صباح نقول هزبي ارتران اب ارتران زملكتي لو مجن بربعة ديو بشدشت ديو يعني تقرنا مدمدم تاقبر الله مخناتو كالو اوكي ده ساعات ذهب كاي مثلا انا غاي عندنا الله مالتي قال دواي نبرن حدكم حافه يلولو ايد امو ابا جمر بالدحان سلازي بحصيرو انا تاقبل دي بحصيرو زي نابنت منيو حدا خطقص صنيح قدمي زبايتو زبلو مالتي زبايتو زينا ابنت كاكلتش حن 10 تنات حيزو كساب حجي يقالسالو حدا ماكلي مالتي ماكلنت خا نربح حزبي ارترامبر نناي ودبات كخون زتبقسه ايكونن مو انا نزلنا حقمتات نزلنا عدلات نزلنا تحستات اب حدا طرفنا خنقالسلو نخيل بايتا انت زي فتيرنا حجي وانت خونه نزارب بتكبار جن كان راقص زي نخيل نجار يخون نتمنى بتكبار جن كنملش زي نخيل نجار يخون بزي خمس خاني اتي عدميتات نخده قال تقالست نحلفو السرعات كا بزي خمس عدمي اندانا وحي ندخمتاتنا اندا مزمزي نبرالو انا بزياده خلابون كي ابز مشات زي بزي حلقات امزي كبردن تايو ازي ناي طرنا في حتو حدا مسرتها وحتو قرنا خنريو كلنا ابزلناون نزي كنقالسلو كلا ودل ثانكيو يغني لنا استاذ ولد السلاسه اوكي استاذ باشا اسكي عدل كيبون استاذ برهي اي تزاربنا قديمه مو دحريخ بكاي تفضل استاذ برهي عقبازقي
ترجم دي بحسر زبالة سامرايز قبل اللي يزغل له مال التحنتي كور نجر ناي حدنت ناي طلنا في يا حتى ما ادري استاذ ادريس اذا تابعته عشان تترجم. نعم. طيب. شكرا. عقبة سلاسي قال اتكلم في قضايا جوهرية ولاها، قال يعني اتكلم في الورقة وقال يعني الحقيقة في الشيء اللي قدمه إدريس يعني شيء تاريخي وكده وطريقة التسلسل بتاعه، ولكن أنا أعتقد إذا في حاجة داير أعلق أو داير أتكلم فيها هي في مسألة يعني ما هي يعني العوامل الرئيسية التي جعلتنا ننتصر. ما نحن شعب قليل، ما عندنا شعب كثير، ما عندنا إمكانيات، ما في جهة دعمانا، ولكن بالرغم من كده انتصرنا. ما هي العوامل الأساسية؟ جاب نقطتين، قال ممكن من كثير من العوامل منها نجيب اثنين. واحدة قال قانونية النضال بتاعنا، نحن عندنا الحق لأنه آخرين في الدول الأفريقية كلها أخذت استقلالها ووفق القانون الدولي، نحن انتزع مننا هذا الحق، وبالتالي هذا حالة قانونية. الموضوع الثاني الشعب الإريتري، كنا نحارب عدو عشان نخرج العدو من البلد أجنبي، وبالتالي الشعب كله الموجود في الداخل والموجود في الخارج الموجود في الميدان كله، يعني كل واحد بمقدراته قدر، يعني قدرنا نشيل الاستعمار وانتصرنا. أما اليوم النضال بتاعنا 34 سنة هو نضال من أجل إحقاق القضايا القانونية المرتبطة بمسألة السلطة والثروة والعدالة الاجتماعية وكذا، وبالتالي يعني هنا يبقى الفروقات واضحة يعني. وده ما يتم برضو إلا إذا عدنا لنفس المستوى، مسألة وحدة القوى، يعني وحدتنا وتماسكنا ونظرتنا للمشروع ده هو الأساس في مسألة الانتصار. ولهذا يقول أنا أعتقد يعني كلنا المفروض نفكر، ده أنا قاعد أعمل سمرايز بالمناسبة للكلام، نعمل نشتغل من أجل توحيد قوانا. ما يعني ما بالضرورة نبقى تنظيم واحد، ممكن يكون 50 100، ولكن يكون عندنا مظلة جامعة تجمعنا كلنا نشتغل تحتها، وبكرة بعد ما نصل البلد الشعب اللي يحدد من يقوده يعني. وبالتالي مسألة كثرة القوى السياسية والتنظيمات أو الأحزاب ما مشكلة كبيرة. دي هي المسألة. والمجلس الوطني الإريتري، في واحد من الأخوان اتكلم في الموضوع، فعلا المجلس الوطني من 2010 إلى الآن قاعد يناضل ويعتبر يعني ركيزة ومركزية لهذا النضال. ولكن إذا لم نجمع أو ما يجتمع الإريتريين كلهم القوى الوطنية تحت مظلة جامعة، يظل عندنا مشكلة، ومسألة التغيير هتبقى بعيدة. ده مختصر كلام الأخ ولد سلاسي. شكرا استاذ ادريس. اوكي استاذ برهي عقباز قد سمعان الله. هو أمينة سمعك الله. سلام بسأت كلكم بحبرة بشايك إنما يسلز نبري تنيلز أنحي جن كاب أدمين كون كخالد أتكالي مسؤول أخبارات بشاي. أنا والعنتي زربا بالليل مالتي زربا مسمس أنت أحنا أخوينه نبحكي نخت دقفوس يدفع في أكاي حجي كام زبس أي ود سلاسة قبل صنحي أنا كل شع سنيت زمنه أبانا جن أبز حجرا وبايتون ديمقراطية ولود ينتخنون سنيتنا ندابو دلي خيد الله إذا كم زي بس أي ود سلاسة قبل صنحي أتي كقالس دلي حد علامة ألو كنسو أكندي نقودلتات نا أرمي بسنيت هي مين تباهلو نتني حبات ألاقي كنكت زقالس نتي صلائي ناي حزبي إرترا نعوز خون دقف يسرح زتقاومو دنب مالتي بمسرته عبيهم يشتو مفنج علاتي بزح سلازي نحنا حنت نقر كنقبر زلاتنا حجنا أبنسي أنا نبحق يتسمعني تمالي سمعي دحاراي بصوت نجيرو مني حجنا حنا نصبح تقالوا حامل إتراس انتبلس تقالوا حامل إترا حجي حامل قنسا سلسة عندي أخوي أزلا أتليست كمان قال كم تيبس أي نجاش تبلوز نبرة مالي توساخي سامقان تزهلو كلنا تحقق نبلعنا تحقق نحرر بالكوين ناق أمو ألا ما نحد خاب كوني انتايز فلان لنا
مصباح نحن أنا زلخو ودبي مالتي مس النهضة نحد مسكرة تمالي الأحوار ديالكم لهم ما هجروا بايتي قبرانو نمن تايو اتيش مريحنتات نهجروا بايتون ديمقراطية نز خمسي بتري تقايمو أب حدا كم صوزيك أنا موسان كويس دلي سفيح سمينا صوزيكا كلمتي مخانو وإذا خمسين كمزين خيدالو أتم مسارتات انتهي تبلو نحنا نقرأكم علينا أنت زبهاد نيرو أنت زبهاد نبالنا سلازي نحنا أنا هجي نبلا صباح تخيزلا تعدي وتودب جيرو ما أتي نابنت أتي كال سلفتاتن ترنافيتاتن زبزلو ونكو حند مسكرة حنت يعني نقول لها حنت تبص حنو كلها أنا مسكرة نبي سلمتها بسنين زينا وعلا انتهى قال له ابزسي بوليتيكا تخصم له حتى نجر يعني مسكرم حتى سلازخونت كل حناتهم تقاوم تدم مسبول في اللياتنا كم زلوا خيلو عدلاي قال زي كنا كنسو حساب كنا قالوا زي ما قالنا انتهى سلازي عقب نخبل إليه بمسرة وجن نتم أبالات تحققكم أبالات تحقق تبلو زلكم أبالات بايتكم اتي في اللياتنا يعلنا عب حد خوينا على سيك قدمكم زدلي دولات بتل خوينا نتوجب نفعل يوزلنا ومدرخ زي قلص نجار خوينا حدا معلتي يتحقق خواتي اما عقب بسنيت نقالس كم زا ولد سلاسه خبل صحي معش ولد سلاسه نعو زيادات مسحته ايرترا خوينا يتحقق نسو سلازخونه لازم أنا عقب إيز بزلخو توساقي تابتانا يبسعي ولد السلاسية نأبوهم برد ما خلا بوز دالي بنصور مسكرم يا زيا حدر مسكرم كنا تقبل تلأخوينا نتوم جاريشوم كابزي أب حاجة بايتو ألونا عندها ونخلو كال سرحات كسرحوز داليو مسارتات صويعكا كتقال صوم كتكئل علوك شعوب نحن انتي نبل نحن برت حدا أبال بايتين نبله قال تتايبل تحد أبال بايتين نال تتايبل ورينا كوينا زيك العالم قال انت حريت كل سيدلني أبصو كلهم جوا قال أيها جراو جوا انتهي لو منا وتوم حجين جوا هجراو بايتين ديمقراطية وتي رجيس أموات يمزلون شعون كو رجيس أموات دليل نيرا عقبلنا ناتطابلنا مو إذا خاب كونه بخاشعو بس خاب كونه هاي مع خفوت يسقطكم دليل تحكمكم كنبل زي ما قالنا زي كل وسنسله زي قالنا ስለዚህ ሰሰናዮ ደቂራይ ባሕቲ መስከረም ንዘል ዓለም እናተዘከረት ተንበር ኣጆኹም ኣጆና ንሳን ንፋቅ ድሓወሰምቲ ንኹን ማለሲ ነጋሽ ልክዕ ንእሽተይ ሓወይ ኢኻ ንዓይ እቶም ካልኦት በዓል ባሻ ይኹን ተስፋ ወልደ ስላሴ ገለመለ ግን ብዝኾነ ነገር ብቕዓት ዘለኩም ኢኹም ዕገብ ክትብሉ ክትክእሉ ኢኹም ዝኾነ ነገር ድማ ከምቲ ወልደ ስላሴ ዝበሎ ብጎድኒ ኣይንርአየ እቲ ቃልሲ ናይ ኩልና እየ ዕላማና ከዓ ሓደ እዩ يغني لي ثانك يو غني لنا استاذ برهه اوكي استاذ باشاي كمل لسنا بح اوكي ثانك يو امينو انا بزح كزارة يكون كل حجي قل بزاكل عن توي منصاف نايت التقبل ملقتي بمقبار نابتي التوتا سجير كابتي مسمر وسحتو كابتر استي كابتن قبرز قبان لو معلتي خاز وسي هاي نبرن بخالق كتردو هاي متصبخون سلذي حدا مسكرم زاكل بزمسل من قدي توم زملكتهم عدومات مرحت ودبات كابتي غزا جمير كلاتهم تزاريبهم يوم سلذي كندقاقم هايكونن كمتي ابتي مرختاتهم زنبر دما انتاين اود فليتنا خنكيد يزقبانا مو حدش حسابات نتلو خا حاسس كنبل علينا مالتي مخنياتو هذا مسكرم صاما رخيبانو يرخبتن زبل كبنا زلون بر ملقتي اواج مو اواج بزعبا هذا مسكرم صورا خم تجمرنا نمنقار يكونن مخنياتو نسوس زخدو نعو زخدو اكلات يوم اب سلطان كوفيلوم زساقينا زلو ماكل اسمرا خوينهم مالتي نتينا حدا مسكرم علامه كديعهم نعو زخدو يوم كوفيلوم زلو بسلطان لازم نحنا سلمنتا ام زيوم لصاوتو لنا زلو
ኢልና ሃሰስ ክንብሎ ዘለና ነገራት ኣሎ ከምዚ ኣቀዲሞም ክብሎ ፀንሑ ክልቲኦም ተኸታተልቲ ወደ ስላሴን ከምኡ ድማ ዕዋዝጊ በታ ዕዋዝግን ሽግርናሲ ከነናዲ እዩ ኢና ንእወድ እሞ እንታይ ክንገብር ኣለና ስለምንታይ ኢና ኣትሊስት ብተቀራረበ መንገዲ ወላ ሓድነት እንተደይመፀሲ ብተቀራረበ መንገዲ ክንምክት ዘይንኽእል ሓድሽ ሓሳባት ንምንታይ ኢና ዘይነምፅእ ቅድሚ ሕጂ ንሕና ኩሉ ትዝክሩ ድሕር ኮንኩምሲ ኣነ ኩሉ ርኪበለይ ካብ ድራይ ኣይሽ ጀሚርካ ናይ ጀብሃ ናይ ሃናው ጀሚርካ ዋላ ናይ ካስል ብምሉኡ ፍራንክፈርት ገለ መለታት ብምሉኡ ከይድዮ መብዛሕትኡ ገለ ቁሩብ ክልተ ሰባት ገለ መግለፂ ይህቡ እሞ ብድሕሪኡ ብጓይላ ዝድምደም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ካብ ጓይላ ካልእ መልእኽቲ ክመፅእ ሓድሽ ሓሳባት ክመፅእ ንደሊ ኣለና ማለት እዩ እዞም ቆልዑ መንእሰያት ንፅበዮም ሓንሳእ ንንዶም ሓንሳእ ንነቕፎም ዘለና እውን መብዛሕትኡ 99% ናብ ጓይላ ዘድሃበ እዩ እዚ ተሓሳስባ እዚ ክንቅይሮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብመንፅር መሰል ልኡላውነት እናትና ተበላሽዩ ስለ ዘሎ ከመይ ጌርና ንዕርዮ ዝብል ሓሳባት ከነምፅእ ይግባአና እሞ ኣሚኖ ማለሲ ምስ ብዙሕ ክብረት ሓድሽ ሓሳባት ከምፅኡ ከለዉ ሰባት እንተተቐበልካ ይሓይሽ እምበር ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክንእድ ምውዓልና ንዓና ዝጠቕመና ኣይኮነን ወይ ከዓ ንመስከረም ሓደ ወይ ነቶም ናይ ቀደሙት ኣባታትና ሶራ ዝጀመሩ ንዓኣቶም እዚ መልቀስ ዝጠቕሞም ኣይኮነን ንዕኦም ክዝከሩ እንተኮይኖም ንዘለኣለም ፅባሕ ሓወልቲ ክስርሓሎም እንተኮይኑ ድማ ንሕና ብነሪኦ ለውጢ ይኸውን ዘለዎ ስለዚ እምበሺ ገዲድካ ሓድሽ ሓሳባት ዘለዎ ዘይደጋገም እንተልዩ ይዛረብ ኢልካ ነዚ ገዛ ክትጥውቆን ዋላ እውን ምናልባት እዚኦም ሓሳብ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኢልካ ሃሰት ኢልካ ከተናድዮም ትኽእል ኣካላት እንተልዮምን ንዓኣቶም ዕድል ክትህቦም ክላቦካ ዝደሊ የቐኒየለይ ቴንኪዩ የቐኒየልና ስቶዝ በሻይ ቅቡል ለጎዋ ኦኬይ ዶክተር ዩሱፍ دكتور يوسف طيب السلام عليكم كلهم كبر سلام تاي كجلت أفقد لي إذا عباي تسنبل إذا هاجراوي تسنبل حدا مسكرم بجيجنا حامد إدريس عواتي زتبقست نزل ألم أب لبنات نبريا كم تقولنا هاتكم تبلوت أنا حكم وين إذا علت زيا بتحستا بمحبراوين بوليتيكاوين ملكعتا بتي زفريتون زهانتون سوراونت ني دحنت هاجرن حدنت حزبن زخر زيا بطعمي زي تحكخ يا زيا فمتا حونا باشاي زبل إذا كبرت معالت زيا ترجمنا إذا كبرت معالت زيا تجاوي سلازلو نتز التجاوي نخير الساعة نخير دفن كم تارجت حزنا كاب عمت ناب عمت أب نذكرنا إذا تاريخاوي تعلت زيا نباريت نختكون نقالت سنحنا ألنا جناوين قال السنة تصالي مالتي جاءنا نتعز بال إزي علت زي أب كندي بكورون بلتان نبعلو إذا معلت زيا معلتنا حلنا معلتيا كتكون زقبا مسرته حلنا خبرنا كلهم تاي مالتيو مالسي بكون النت ناي التهلالوات هاجر من نبابورو ناي حزبنا هلوات ناي من اسياتنا هلوات ناي دق انستيو كوتاس زخري نايتوم
ብኣሽሓት ዝተሰውኡ ብፆት ተጋደልቲ እዚ ኩሉ እኩብ ድሙር ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ብሓደ መስከረም ዝፍለጥ ታሪክ ስለ ዝኾነ ብሓቂ ብዓይኒ ታሪክ ክትሪኦ እንተኮንካ ከቢድ ፅዕነት ምዃኑ ኩላትና ንዝንግዖ ጉዳይ ኣይኮነን ባህላዊ ሕጂ እቲ ኣነ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደሊን እየ ምክንያቱ እቲ ትንተና ናይ ታሪክ ብዙሕ ኣይጠቕመናን እዩ ሓቂ እዩ ዝሓለፈ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ምንታይ ተጋጊና እንታይ ኣፍሪና እንታይ ፅቡቕ ነይሩና መበገሲ ስለ ዝኾነ ግን ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ቆላሕ እንዳበልና እንድሕር ንድሕሪት ምጥማት እንድሕር ኣብዚሕና ንቅድሚት ክንስጉም ኣይንኽእልን ኢና ሽግር ኣብ ዓብዪ ዓዘቕታ ወዲቓትሉ እትርከብ እዋን ብኸመይ ጌርና ነዛ ሃገርና ንህዝብና ነድሕን ዝብል ዕላማ ኣብ ቅድሜና ስለ ዘሎ ንቅድሚት ክንጥምት ንቅድሚት ክንርኢ ከመይ ጌርና ኣብ ነንሕድሕድና እውን እንዳተጫነና ኣብ ነንሕድሕድና እንዳተማየጥና ጌጋታትና እንዳኣረምና ሓድነትና ክነደልድል ምክንያቱ እቲ ፀጊሙና ዘሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሓድነት ዘይምህላው እዩ ሓድነት ካብ ዘረባ ክመፅእ ኣይክእልን ሓድነት ብስራሕ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ሓድነት ተግባር እዩ እዚ ተግባር ኣብ መዓልኡ ንምውዓል በብመገድና እንድሕር ንትርጉሞ ኮይና ኣብ ሓደ ክንመፅእ እውን ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ እቲ ኣብ ከምኡ ዘየብፅሐና ዘሎ ተዓንተወይ ኣብታ ወረቐት ምፃይ እድሪስ ዘቕረባ ወረቐት ብኸፊሉ እውን ተጠቒሱ ስለ ዝነበረ እዚ ኸ ኣነ ብናተይ ርእቶ ማለት ሲ ሓደ ፍሉይ ሴሚናር ተገይሩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዕሙቕ ዝበለ ረኣያን ሓደ ሙሉእ ምሸት ክንካትዓሉ ዘኽእለና ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ሎሚ ክንድምድሞ ወይ በዚ ርክክብ ናይ ሎም ምሸት ክድምደም ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ግን እቲ ፀገማት ክነለልኽ ክንክእል ኣለና እቲ ፀገማት ኣብ ቅድሜና ዘሎ እንታይ እዩ ዝዕንቅፈና ዘሎ እንታይ እዩ ብዓብይኡ ሓቂ እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገባቲ ስርዓት እቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ዝፈጠሮ ፈንጅታት ፈጢርዎ ዘሎ ፀገማት ፖለቲካዊ ድዩ ማሕበራዊ ድዩ ሃይማኖታዊ ድዩ ኩሉ ሸነኻቱ እታ ሃገር ሓድነታ ከም ትብተን እዩ ገይርዋ ኣነ ብናተይ ርእቶ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብኣይዲዮሎጂ ናይ ንሕናን ዕላማናን ሃገር ዝገዝእን ዝብትንን ዘሎ ስርዓት እዩ ስለዚ ኩላትና ኣብ ዝገዛ ዘለና ሎም ምሸት ይኹን እቶም ብርሑቕ ዘለዉ ይኹኑ ኣብ ዝሃለና ንሃሉ እዚ ሓደ ዓብዪ ፅዕነት ዓብዪ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ነዚ ቁስሊ እዚ ከመይ ጌርና ክንሕክሞ ኢና ኢሳያስ ሎሚ ሎ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክኸይድ እዩ ግን እቲ ንሱ ሓዲጉልና ዝኸይድ መንሽሮ እቲ ንሱ ሓዲጉልና ዝኸይድ ፀገማት ሰፍ ዘይብል ስለ ዝኾነ ስጋብ ንሱ ዝወድቕ ዝኸይድ ፅባሕ ነርክበሉ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ከምኡ ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ዘገምታዊ ኣካይዳ ኣልዩና እንተኮይኑ ጉጉ እዩ ኣቦታትና ከምስሉ ከለዉ እንታይ ይብሉ ውሕጅ ከይመፀ መገዲ ውሕጅ ፅረግ እዩ ካብ ሕጂ ኣትሒዝና እቲ ዘለና ፍልልያት እንዳተፃበብና ሓድነትና ከነተኣማም ሓድነት እቲ ኣረኣያና ናይ ሓድነት ኣረኣያና ኣወሃሂድና ከመይ ጌርና ተጠርኒፍና ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢሳያስ ወዲቑ ፅባሕ ንግሆ እንታይ ከም ዝመፅእ ኣይንፈልጥን ኢና ወጮ እንተገምጠልካ ወጮ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባሽ እቶም ሎሚ ምስኡ ዘለዉ ተገምጢሎም ካልኣይ ኢሳያስ ኮይኖም ክመፁና ክእሉ እዮም እዚ ሓደ ፕሮባቢሊቲ እዩ ወይ ከማን እቶም ንሱ ዝፈጠሮም ወይ ናብ ነንሕድሕዶም ክባላልዑ ኢሎም እውን እቲ ዓዲ ሓዊኹ ኣጉዱላ ክእሉ እዮም ካልኣይ ፕሮባቢሊቲ እዩ ስለዚ
ነዚ ኩሉ ክንገጥም እንተኮይና ኩሉ እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ብደገ ዘሎ ካብ ሕጂ ክልብም ክኽእል ኣለዎ ክልብም ክብል እንከለኹ እንታይ ማለት እዩ ማለት ሲ ንሕና ካብ ሰብና ንላዕሊ ለባማት ኮይኑ ክስማዓና የብሉን ግን ብሓደ ደረጃ ይዛረብ ዘለኹ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ተነካኢ ኩነታት ወዲቕና ስለ ንርከብ ዘለና በቲ ከባቢናዊን ከቢቡና ዘሎ እቲ ናይ ጂኦ ፖለቲክስ ኣብ ክሊ ናይቲ ግሎባል ስትራቴጂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ሶማል ኣብ የመን ዝኩሉ ዝኸይድ ዘለውን ናቱ ፅልዋታት ስለ ዘለዎ ኣብ ልዕልና እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከዓ እቲ ዝዓቢ ሓደጋ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ዝበሃል የለን ሓደ ጉጅለ እዩ ዘሎ ሓደ ስርዓት እዩ ዘሎ መንግስቲ የለን ትካላት ናይ መንግስቲ የለን ፓርላማ ያዕ ዝብል የለን ሓጋጋ ኣካል ጌጋ ጌርኩም ኣለኹም ደው በሉ ተዓረዩ ዝብል የለን ብድልየት ናይ ሓደ ሰብ ዝኸይድ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣነ ዝመስለኒ ኣታ ናይ ሎም ምሸት ፅምብላ ዘለና ተመሊሰ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ናይ ሕልና እያ ተብለኒ እዝን ወዲ ከምዚን እዩ ማለት እዩ እዛ መዓልቲ እዚኣ ብትኹረት ምስ ነብስና ንዛረበላ ምስ ነብስና ንመራመረላ ዕለት እያ ኣብ ምንታይ ንጋገል ኣለና እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ሕድገታት ክንገብር ኣለና ኢልና ክንሓስብ ምስ ነብስና ክንማየጥ ኣብ መንገዲ ኣብ ጎደና ድሕነት ንክንከይድ ኣብ ጉዳይ ናይ ምንፅፃግ ዘይኮነ ኣብ ነንሕድሕድና ኣብ ይህን ምሂን በፂሕካ ከመይ ኢልካ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝካ ነታ ሃገር ናይ ምድሓን ኢና ክንሓስብ ዘለና ባህላ እየ ኣነ ምናልባሽ ቁርብ ኣንዊሐልኩም ክኸውን ይኽእል እየ ግን ብሕፅር ዝበለ እታ ንእሽተይ ስምዒተይ ክገልፅ ስለ ዝደለኹ እየ ስለዚ ፅን ኢልኩም ሰማዕኩም እኒኻ ክብረት ይሃበለይ أنا باختصار يا أخواننا إيش قاعد أقول إنه الحقيقة هذه هي أمسية يعني جميلة وأنا أعتقد إنه الفاتح من سبتمبر الذي أطلقه الشهيد البطل حمد إدريس عواتي هذه المناسبة هي مناسبة جلية مناسبة تاريخية وطنية كبيرة ستظل دائما عايشة في قلوبنا وأنا في تقديري هذه المناسبة هي مناسبة مهمة جدا يعني يمكن البعض هذه المناسبات زي ما يعمل النظام أنه ممكن الناس بالرقيص وبالأغاني وغيره بالعكس نحن موجودين في أزمة سياسية كبيرة الوطن موجود الوطن جريح أصبح جريح وبالتالي هذه المناسبة هي مناسبة مفروض بتاع تفاكر هذه المناسبة مفروض نحن نستفيد منها على أساس أنه نحن يعني نتفاكر مع نفسنا ونطرح يعني حتى يعني نتحدث بالضمير هذا هو المطلوب هنا في الوقت الحاضر لأنه للأسف الشديد يعني الوطن في الوقت الحاضر يعني زي ما نحن شايفين ماشي في الهاوية وبالتالي أنا في تقديري أنه القوة الوطنية هي يعني مفروض عليها على أساس أنه تكون واعية جدا لإنقاذ الشعب لإنقاذ البلد وتحرير البلد من القبضة الدكتاتورية بتاع النظام بتاع هيكدف وفي تقديري أنا يعني هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا أنا في تقديري يعني لأنه نحن في الوقت الحاضر يعني قاعدين نمر بأزمة كبيرة جدا وهذه الأزمة أضيف عليها يعني نحن محاطين
يعني خواطر كبيرة جدا. يعني التطورات الجيوسياسية في المنطقة، الحروب في السودان وفي إثيوبيا وفي الصومال وفي البحر الأحمر وفي اليمن وإلى آخره، كل هذه لها انعكاسات على الوضع، وأيضا حتى على مستقبل إريتريا. وللأسف الشديد يعني الخطورة تكمن أنه نحن يعني في إريتريا ما في دولة بتاع مؤسسات. يعني هو الفرد الوحيد اللي يحكم البلد بمزاجه، لا برلمان، لا سلطة قضائية ولا آخره. بالتالي المطلوب مننا أنه إحنا نكون واعيين كقوة وطنية، وإجلالا وإكبارا إلى منطلقات سبتمبر. نحن مطالبون كقوة وطنية على أساس أنه نحن يعني ننفتح على الآخرين ونكون واعيين وأيضا يعني نمهد نفسنا أيضا على أساس أنه نحن يعني نكون البديل. يعني إذا افترضنا أنه إساياس اليوم موجود، بكرة بعد بكرة ما حيكون موجود. إذا إيش هي الأشياء اللي ممكن يعني حتواجهنا بعد فراغ إساياس في إريتريا؟ يعني في خطورة كبيرة. يعني احتمال يكون في يعني اسمه شنو يعني البديل بتاع ممكن إساياس ينتقل، ممكن يجي وجه آخر بتاع عملة بتاع إساياس. ده واحد من الاسمين، واحدة من الاحتمالات. أو كمان ممكن الناس اللي ماسكين السلطة اليوم ممكن يأكلوا بعضهم البعض، برضو دي كمان يعني احتمال تاني. على كل الاحتمالات أنا في تقديري أنه نحن كقوة وطنية متواجدين في الخارج مفروض إحنا نبذل مجهود على أساس أنه نحن نكون كتلة واحدة ونكون متماسكين، حتى نطرح نفسنا كمان نكون بديل، على أساس أنه نحن نتمكن يعني لمواجهة يعني أي طوارئ ستحدث في مستقبلا بعد سقوط النظام. عشان كده أنا في تقديري يعني هذه المناسبة هي مناسبة يعني مهمة جدا، ونحن من خلال هذه المناسبة، من خلال الذكرى والإجلال لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل استقلال إريتريا، أنا في تقديري هذه المناسبة هي مناسبة بتاع تفاكر وتبادل الآراء والتقارب فيما بيننا من أجل مصلحة البلد. يمكن باختصار هو ده الكلام أنا قلته، والمهم أنا يعني ما حطول أكثر من كده، ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم. شكرا دكتور يوسف برهانو. الحقيقة يعني وفيت وكفيت، وأنت المناضل اللي عاصرتها وجاملت ورافقت الكثير من الشهداء في هذه المسيرة الطويلة. حقيقة يا إخوة يعني كانت المداخلات مهمة، والحديث بالتأكيد في الشأن الإريتري، وخاصة مسألة البحث في ما ينبغي أن يكون في مستقبل عملنا النضالي ضد هذا الطغيان الموجود في إريتريا. بالتأكيد يعني هذا الموضوع مهم، ولكن كما تعلمون هذه الأمسية نحن كنا نتمنى أن يكون الحديث هو لتخليد هذه الذكرى ولتوجيه أيضا رسائل إلى شعبنا الإريتري لمناسبة سبتمبر. حقيقة أنا أشوف بأنه الآن نحن تجاوزنا 3 ساعات تقريبا من بداية هذا الحوار، والأمسية تقريبا ألقيت فيها كل الكلمات الضرورية. لذلك أنا يعني أرى بأنه وصلنا إلى مستوى أصبحنا فيه خلاص. يعني الآن المناسبة تم الحديث حولها، ولكن مواقفنا ونضالنا وعطائنا وأحاديثنا لن تتوقف في الشأن الإريتري، ونستمر فيها إن شاء الله
في فرص قادمة وبعناوين تخصص للبحث في ما ذكر من مواضيع من قبل الإخوة المناضلين. الآن يعني أعطي الفرصة للأستاذ المناضل رئيس المكتب الإعلام والثقافة لتوجيه التحية وشكرا للضيوف الكرام على مشاركتهم لنا وحضورهم في هذه الأمسية، ونصل إلى ختامها إن شاء الله. أستاذ إدريس. لا في واحد رافع يده، ما أعرف منه. في واحد رافع يده شايف. هو الأستاذ برهي حقيقة وتحدث أستاذ برهي. الفرصة والتقدير لك أستاذ إدريس. أوكي، يعني ما عنده حاجة جديدة. لو عنده حاجة جديدة عشان ما نكون هنا، يلا خلاص ما في مشكلة. طيب شكرا للإخوة والحضور الكريم، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وشعبنا في الداخل والخارج بألف خير. والحقيقة كانت أمسية ضافية وجميلة، وأتمنى عندي حاجة كثيرة أقولها. يعني نحن ممكن بهنا نصل إلى ختام هذه الأمسية. كلهم سلام قبل فتو بس إحنا لنا نعمتها يبزحنا إن شاء الله، ومبروك نبلنا كلنا يوهانا لكل حزب إريترا وشتن وسائل زلخا وأبزئاتي بروغرام ناتنا اليومي مشيت أبزئ أي زمزم. والسلام. شكرا. السلام عليكم. شكرا. Thank you. سلام.